لسنين كتير فاتت كان في حرب شغالة بين البشر وبين الشياطين، وبعد معارك كتير وموت كتير مجموعة من الأبطال أخيرا وصلوا لقصر ملك الشياطين عشان يوقفوا الليلة دي كلها. بس وهما في السكة خسروا ناس كتير جدا، وقبل ما يوصلوا لقاعة العرش طلع لهم شيطان شرير وهاجمهم. ساعتها سيرين قال لكايل وورزا انهم يكملوا وهم يسيبوه يتعامل مع الشيطان لوحده، وبالفعل كايل وورزا كملوا الطريق. بس هما الاتنين كانوا عارفين ان سيرين كده كده مش هيخرج منها عايش، وسيرين راح يواجه الشيطان. دخلوا قاعة العرش، واول ما دخلوا كايل اتهاجم بكرة سحرية من الظلام نازلة عليه من فوق. قدر يصد شوية منها بس العدد كان كبير جدا عليه. ساعتها ورزة قامت راميه نفسها قدامه علشان تحميه، وفعل الدرع حمايه. بس الهجمه كانت قويه جدا لدرجه انها مسحتها تماما واختفت من قوه الضربه. بعد ما ورزة ماتت ملك الشياطين ظهر بنفسه اخيرا، وكان جاهز يواجه كايل للاخر. كايل اتجنن من كتر الغل فاندفع عليه من غير ما يفكر. ملك الشياطين فضل يضرب عليه كرات ظلام اكتر واكتر، وكايل بالعافيه استخبى ورا عمود علشان يتفادى الضربه. واول ما شاف تاثير الضربه قلبه وقع في رجله. الهجمه دي اسمها الازاله، تعويذه مميته بتدمر اي حاجه تلمسها ومفيش حد يقدر يصدها. وطالما ملك الشياطين معاه السحر ده، كايل عمره ما هيقدر يقرب له ويضربه ضربه تقضي عليه، فما بقاش قدامه حل غير انه يجازف. كايل قال لنفسه ان لو فك طاقه الحجر السحر اللي في سيفه كلها مره واحده ممكن يقضي عليه، بس لو عمل كده هيموت هو كمان بنسبه كبيره. هو عارف كويس انه بيلعب بالنار بس مفيش حل تاني. وفعلا فتح طاقه السيف كلها وجرى عليه بكل قوته وكسر درع ملك الشياطين وطعنه طعنه قتلته. بس السيف بتاعه اتكسر خالص وكايل اتصاب اصابات خطيره جدا. هو انقذ العالم بس في المقابل خسر كل حد كان عايز يحميه من الاول، اصحابه واهله وبيته، كل حاجه اتدمرت على ايد الشياطين، فما حسش انه كسب حاجه. وبعد لحظات كايل وقع من كتر الجروح وكان متقبل موته لانه مش فاضل له حاجه علشان يعيش عشانها. بس فجاه الحجر السحري بتاع ملك الشياطين رجع تاني، وبدات الطاقه اللي جواه تعلى وخرجت عن السيطره. ومع اختفاء ملك الشياطين مفيش حد هيسيطر على الطاقه دي، ولو انفجر هيمسح الدنيا دي كلها من على الخريطه. كايل زحف ناحيه الحجر وحاول يوقفه قبل ما ينفجر، واول ما مسكه اتغطى بضوء ابيض ساطع جدا. فتح عينه، بعدها لقى نفسه نايم على سريره القديم وهو صغير. اتخض جدا لانه المفروض ده مستحيل. امن على السرير وراح للشباك وقال لنفسه اكيد بحلم. بس اول ما بص من الشباك شاف قريته زي ما كانت، نفس القريه اللي شافها بتتحرق بالكامل زمان بسبب هجوم الشياطين. المنظر خلى دموعه تنزل من غير ما يحس، بس بعد كل اللي عاشه برضه مش قادر يصدق ان ده كله حقيقي. وفجاه صاحبته القديمه ليزا دخلت الاوضه بتدور عليه. اول ما شافها اتصدم واتجمد في مكانه. ليزا لاحظت انه واقف غريب كده فسالته لو هو كويس ولا لا، بس هو ما نطقش بكلمه. كان لسه فاكر ان ده كله وهم بس ما كانش فارق معاه. كان فرحان جدا انه شافها وراح حضنها جامد جدا. ليزا اتفاجئت وسالته هو بيعمل ايه، بس كان غرقان في اللحظه وما ردش عليها. حاولت تبعده عنه بس هو برضه مثبت فيها جامد جدا. فالاتنين فقدوا توازنهم وقعوا هما الاتنين على السرير. وليزا من كتر احراجها اتعصبت جامد ورزعته قلم خلى جسمه يلف 3 مرات في الهواء. كايل وقع على السرير بيتلوى من الوجع وهي بتزعله انه ازاي يعمل حاجه زي دي. هي مش فاهمه ايه اللي جراله النهارده، وهي اصلا معجبه بيه من زمان. بس البنت كان نفسها بس يديها اشاره الاول علشان تعرف تتصرف. ساعتها بدا يصدق ان اللي بيحصل ده مش حلم، ده حقيقي. كايل امن على السرير ورفع الملايه لقى المفاجاه، الحجر السحري بتاع ملك الشياطين مرمي جنبه. ساعتها اتاكد 100% ان دي الحقيقه مش خيال. قام راح قدام المرايه يبص على نفسه كويس، لا شكله اصغر بكتير من زمان. كمان فاكر كويس انه كان متعور جامد جدا بعد المعركه مع ملك الشياطين، بس دلوقتي جسمه زي الفل ما فيهوش خدش، وكمان قريته رجعت عادي وليزا عايشه زي الفل. بدا يستوعب انه رجع بالزمن لورا بطريقه ما، واكتر حاجه في ايده تدل على السبب هي الحجر السحري ده. هو عارف ان قوه ملك الشياطين كانت خرافيه، بس برضه تعويذه ترجعك بالزمن حاجه المفروض مستحيله. وهو قاعد يفكر حس انه جعان، ما كلش حاجه من ساعه ما رجع. نزل على المطبخ يدور على حاجه ياكلها، لقى اكله كامله متجهزه ليها على الترابيزه، وفهم ان ليز هي اللي عملتها قبل ما تمشي. افتكر ان ليز كانت دايما بتيجي تطبخ له علشان هو وامه ما عندهمش وقت يعملوا اكل لنفسهم، وفضل يشكرها في سره. قعد على الترابيزه وبدا يغرف الاكل وده لقمه. طلع طعم الاكل وهم بالنسبه له، بقاله سنين بياكل اكل مجفف في ارض المعارك، مفيش بقى لا طعم ولا نفس. فالاكله دي بالنسبه له كانت زي الحلم. وبعد شويه نزل سيرين من فوق علشان ياكل هو كمان، بس اول ما شاف الاطباق كلها فاضيه بص لكايل وقال له انت بتهزر، اكلت الاكل كله حتى الحله الكبيره مسحها اكل. سيرين قعد يزن على كايل علشان الاكل كله خلص، وكايل في نفس اللحظه كان مخه مشغول بفكره. من شويه كانوا هما الاتنين بيقاتلوا جنب بعض ضد ملك الشياطين، وسيرين ضحى بحياته علشان كايل يقدر يكمل المهمه. سيرين لاحظ ان كايل سرحان فساله ايه مالك. كايل رجع لوعيه بسرعه وقال له انه كويس، بس كان لسه مش عارف هو رجع قد ايه في الزمن. فسال سيرين احنا في سنه كام دلوقتي. سيرين بص له باستغراب وقال له ايه السؤال الغريب ده، بس عادي يعني احنا النهارده 24 مايو سنه 2823. كايل اتصدم وساله تاني اتاكد انت متاكد يعني. سيرين قال له اه طبعا ده يوم عيد ميلادك اصلا، وبما ان النهارده عيد ميلادك هسامحك على الاكل اللي خلصته كله، بس انا جعان برضه فهروح عند ليزا اشوف اي حاجه اكلها. كايل سابه وفضل قاعد في المطبخ عقله بيغلب الافكار. لو فعلا رجع للماضي لازم يتكلم مع امه في اسرع وقت. خرج من البيت على المخزن ونزل على المكتبه اللي تحت عشان يلاقي امه هناك، وما شاء الله امه اصغر منه. اول ما شافها حس بفرحه ملهاش وصف، بس صوره موتتها الوحشيه اللي حصلت في المستقبل كانت لسه قدام عينه. امه ما شاء الله زي العسل. استغربت اول ما شافته داخل المكتبه لانها عارفه ان عمره ما بينزل عندها هنا بالليل. فرد عليها وقال لها بالليل ايه النهارده طلع يا ست الكل، يعني حضرتك فضلت قاعده تقرا طول الليل وما خدتش بالك. امه اعتذرت له عشان ضيعت وقتها كله في القرايه، بس كايل ما جاش هنا علشان كده. قال لها انه عنده سؤال في
نظريات السحر، وبما انها من اقوى دارسين السحر في البلد فهي احسن حد يرد عليه. امه قالت له اتفضل اسال، فقال لها في اي تعويذات في العالم ممكن ترجع الواحد بالزمن؟ امه بصت له كده وقالت له ايوه موجود. كايل اتفاجئ لانه عمره ما سمع عن تعويذه للزمن قبل كده. امه كملت وقالت انهم عارفين ان في حاجه اسمها سحر الزمن بس محدش قدر يستخدمه ابدا. السبب ان التعويذه دي بتحتاج كميه طاقه سحريه مهوله مفيش اي ساحر في العالم كله يقدر يولدها لوحده. حتى لو اعظم ساحر في التاريخ كله حاول يستخدم التعويذه دي بكل نقطه سحر عنده مش هيقدر يرجع اكتر من ثانيه واحده في الزمن. كايل سأل طب ينفع نظريا لو حد استخدم اداه سحريه تخزن الطاقه انه يرجع سنين ورا؟ امه قعدت تفكر شويه وقالت له هو فعلا لو في اداه سحريه بتخزن الطاقه كان ممكن ده يحصل، بس تخزين كميه الطاقه دي هياخد اكتر من 1000 سنه، يعني مستحيل عمليا. كايل سألها طب ينفع لو حد استخدم تعويذه محظوره؟ اول ما سمعته اتوترت وقالت له انت عرفت التعويذه دي منين اصلا؟ كايل بسرعه الف كدبه وقال لها انه قرأ عنها في كتاب وانه عمره ما يفكر يجربها. امه اطمنت شويه بس قالت له انها كانت قلقانه عليه علشان التعويذه المحظوره دي معناها ان الواحد بيضحي بعمره علشان يحوله لطاقه سحريه، وده خطر جدا. بس حتى لو في حد مجنون وفكر يجربه برضه مستحيل سحر الزمن يشتغل بكفاءه، لازم يضحي بنص ارواح البشر اللي عايشين في القاره كلها علشان يولد الطاقه دي، ودي حاجه مفيش بشر ممكن يعملها، وكمان مفيش حاجه في العالم تقدر تخزن طاقه بالحجم ده من الاساس. بس لو في اثر قديم كده موجود فعلا يبقى غالبا مكتوب عنه في الكتاب ده. امه فتحت الكتاب وقعدت تقلب لحد ما لقت الصفحه اللي بتدور عليها وورتها له. الصفحه دي بتتكلم عن قلب التنين الاسطوري، بيقول ان المملكه القديمه سوروز عاشت الاف السنين مزدهره بسبب الطاقه اللي جوه الحجر ده، ولما الطاقه خلصت المملكه وقعت واتدمرت. امه قالت له انها مؤمنه ان اثر قوي زي قلب التنين يقدر يخزن طاقه تكفي ان الزمن يرجع لورا، بس الحجر ده اختفى بقاله اكتر من 1000 سنه فغالبا وقع في ايد الشياطين من زمان. كايل بدا يربط الخيوط ببعضها، فهم ان الحجر اللي خده من ملك الشياطين هو نفسه قلب التنين. امه كانت مبسوطه انهم قاعدين بيتكلموا كده مع بعض علشان كانت حاسه انه بيتجنبها الايام اللي فاتت. كايل اعتذر لها وقال انه ما كانش يقصد يبعد عنها، وهي ضحكت وقالت له انها مش زعلانه خالص، بالعكس مبسوطه انه جه قعد معاها شويه. وفجاه افتكرت ان ليزا قالت انها تيجي تطبخ لهم النهارده، فسال كايل لو عايز يطلع فوق ياكل معاهم. كايل قال لها بسرعه انه اكل الاكل كله اصلا، واول ما قالت الجمله دي كل مشاعر الامومه اختفت منها في ثانيه كده من الصدمه، وبعدها رجعت هاديه تاني. قالت له ماشي يا سيدي عادي طالما النهارده عيد ميلادك، بس مفيش هديه ليك خالص. الحوار مع امه كان مفيد جدا لكايل علشان جمع معلومات مهمه، وفهم ان الحجر ده هو قلب التنين، وان ملك الشياطين غالبا حاطط التعويذه دي فيه علشان يرجع نفسه بالزمن. بس كايل لحد دلوقتي مش فاهم ملك الشياطين كان عايز يرجع ليه اصلا. وقتها ليز رجعت لكايل واول ما شافها بدا يعتذر لها عن اللي عمله الصبح، قال لها انه عمل كده علشان شاف حلم وحش جدا النهارده. ليزا سالته كان حلم عن ايه؟ كايل اعترف لها ان جزء من الحلم كان عن موتها، ففهمت ليزا ساعتها ليه حضنها فجاه كده من غير مقدمات. ليزا ابتسمت وقالت له انها هتسامحه علشان هي عارفه ان ده مش ذنبه، بس ضحكتها دي رجعت لكايل كل حاجه يخسرها تاني لو ما عملش حاجه. قريتهم هي الاقرب لمنطقه الشياطين، واول ما الغزو يبدا هيبقوا اول ناس بيتضربوا. القريه كلها ولعت واتحرقت وليزا ماتت وسط الفوضى دي كلها، ومن وقتها كايل حلف انه هينتقم لها، بس دلوقتي هي قدامه عايشه وبتضحك كأن مفيش حاجه حصلت. ليزا بصت له وقالت له مالك سرحت في ايه؟ بس هو كان غرقان في افكاره، لو ما عملش حاجه من دلوقتي بعد 3 سنين هيفقد كل اللي بيحبوهم تاني، ودي حاجه مستحيل يسمح بيها المره دي. كايل في اللحظه دي حلف لنفسه انه مهما حصل مش هيسيب المستقبل يعيد نفسه تاني، المره دي هيغير كل حاجه وهيحمي كل حد بيحبه من المصير الوحش اللي مستنيهم. كايل عارف انه لازم يكون جاهز ليوم الكارثه العظيم اللي هيحصل بعد 3 سنين. تاني يوم على طول بدا تدريباته، فضل يتخيل قدامه صوره ذهنيه لملك الشياطين علشان يحاربها. جري عليه وهو متحمس، وبعد شويه صد كام ضربه بس بسرعه استوعب ان جسمه ضعيف جدا مقارنه بجسمه قبل كده، وده منطقي اصلا لانه في المرحله دي من حياته كان عايش زي العاطل، ما بيتمرنش ولا بيهتم بحاجه. قدراته القتاليه راحت فين؟ صفر يا صديقي. بس لحسن حظه قدر يحتفظ بالقوه السحريه اللي كانت عنده في المستقبل، فحاول يعوض ضعف جسمه بتعويذات زياده السرعه والقوه، بس للاسف جسمه غير متناسق خالص، يعني السحر مش فارق حاجه طالما جسمه تعبان، وفشل على طول. ساعتها فهم انه قدامه شغل كتير جدا علشان جسمه يبقى قادر يتحمل القوه دي، وقرر يكمل تمرينه مهما كان. في نفس الوقت ليزا وسيرين كانوا مستخبيين ورا الشجره بيراقبوه من بعيد. من وجهه نظرهم كايل كان واقف بيزعق ويقع لوحده، فبداوا يقلقوا عليه بجد. في اللحظه دي ليلي ام سيرين ظهرت وسالتهم هما هنا بيعملوا ايه. الاتنين قالوا لها ان كايل شغال على نفسه جامد قوي اليومين دول، وده غريب جدا لانه من كام يوم كان مش فارق معاه التمرين ولا اي حاجه اصلا. ليلي ما كانتش فاهمه ايه اللي قلب حاله كده، بس لو هتتوقع هتقول ان كايل بيعمل كده علشان واحده معجب بيها. الكلام ده وقع على قلب ليزا زي السكينه، عشان كايل عمره ما اعترف لها بحاجه قبل كده، فافتكرت انه اكيد بيحب واحده تانية. مسكت فهم الغز وفضلت تهزه جامد لحد ما رجع الاكل اللي اكله. ليزا لما شافت اللي حصل فهمت انها زودتها جامد، فقررت تعوضه وعملت له اكلته المفضله على الغداء. كايل كان متضايق جدا من الحركه اللي عملتها فيه، بس سامحها علشان اعتذرت له. ولما اتجمعوا حوالين الاكل كايل قال لهم انه عايز يسال سؤال غريب شويه، سالهم ايه احسن طريقه تخلي كذا مملكه يتحركوا ويتصرفوا مع بعض. الكل استغرب من السؤال اللي ملوش علاقه بالغدا ده خالص، بس امه فكرت شويه وقالت له في كذا طريقه، ممكن تكسب ملوك في صفك او تبقى شخصيه كبيره زي كاهن او بطل قومي، ولو كله فشل ممكن تبقى مجرم وتعمل جرايم حرب علشان تلفت نظر الناس. كايل شكرها على النصايح، بس هو عارف انه قدامه سنتين بس يقنع الزعماء عشان يتحركوا، ومن كل الاختيارات دي مفيش قدامه غير انه يبقى بطل عظيم. كايل رجع اوضته وقعد يقرا كل كتاب قدامه علشان يرتب خطته، وكان عارف ان معلومات عن المستقبل هتفيده جامد علشان يقدر يميز ايه اسطوره حقيقيه وايه لا. في
الوقت ده سيرين دخل عليه الاوضه، لقى كايل مركز جدا في القرايه، قعد جنبه وساله انت بجد ناوي تبقى بطل؟ دي مش حاجه عاديه يعني يا كايل. رد عليه انه عارف البطل الحقيقي بيتولد من انه يهزم ملك الشياطين او ينقذ العالم مثلا، بس هو لسه بدري عليه فلازم يجهز نفسه من دلوقتي، وهو عارف ان اي بطل لازم يكون قوي جدا بس القوه الوحيده مش كفايه. كايل قالها صريحه انا محتاج فلوس كتير. سيرين بص له وقال له ايه ده بطل ايه اللي بيقول كده؟ بس كايل كان جد جدا وقال له انا كبطل ما اقدرش اخد فلوس على بطولاتي، بس محتاج معدات وسفر وتدريبات، كله بيكلف فلوس كتير فلازم اشيل مبلغ محترم من دلوقتي. غير الفلوس كايل ناوي يكسب علاقات مع ناس مؤثره علشان يكبر اسمه وسط الناس، بس اللي بيقوله كايل بدا يخلي سيرين حاسس انه مش ناوي يبقى بطل، ده بيخطط يبقى امبراطور. وكايل ضحك وقال له ان غير الفلوس والعلاقات محتاج شويه حظ برضه، لان الابطال دايما بيظهروا في المكان الصح والوقت الصح. سيرين بدا يقلق ان فعلا كايل هياخد طريق الاجرام ويقلب مجرم حروب، بس كايل طمنه وقال له انه مش ناوي يعمل مشاكل علشان يظهر بطل غيره وينقذها، بس برضه مش هينكر انه يستخدم شويه خطط ملعوبه علشان يوصل لهدفه. سيرين كان شايف ان الكلام اللي كان بيقوله ده مش كلام بطل خالص، بس بما انهم قاعدين مع بعض كده حب يساله انت ليه عايز تبقى بطل اصلا؟ هو حاسس ان موضوع البطل ده بالنسبه له مش هدف نهائي، دي مجرد خطوه لغايه ما يوصل لحاجه اكبر. كايل اعترف انه فعلا عنده سبب يخليه يعمل كده، بس ما قدرش يقول لسيرين دلوقتي وقال له صدقني وخليك معايا بس. تاني يوم الصبح كايل اتكلم مع ليلي وقال لها انه ناوي يسافر قريب ويبدا مغامره جديده. ليلي شجعته وقالت له ان دي فكره كويسه جدا وعادي الواحد لازم يشوف الدنيا ويتعلم منها. سالته وقلت لمامتك؟ كايل قال لها انه اتكلم معاها الصبح بس لسه ما كلمش ليزا لحد دلوقتي علشان هيغيب فتره. ليلي قالت له طب خد سيرين معاك. كايل كان ناوي فعلا ياخده معاه فشكرها على كده، بس دي كانت اول مره سيرين يسمع الكلام ده اصلا. بعدها كايل راح لليزا وقال لها انه هيسافر كمان يومين. ليزا زعلت انه هيمشي بس ما تقدرش تمنعه انه يحقق هدفه، وسالته رايح فين. كايل قال لها ان اول محطه ليه هتبقى العاصمه الملكيه، واول ما يخلص اللي عايزه من هناك الشغل الجد هيبدا. ليزا قالت له انها عايزه تطلب منه طلب، بس كايل سبقها وقال لها انه مش هينفع ياخدها معاها. ليزا استغربت وسالته طب ليه؟ طيب حتى لو سيرين هيروح هي كمان بقت شاطره جدا ومش هتبقى عيب عليه. كايل قال لها انه عايز يتاكد انها هتبقى في مكان امن. ليزا كانت هترد وتعترض بس فجاه كايل بسها وقال لها اول ما ارجع هتبقى اول واحده اروح لها، وطلب منها تصدقه وتثق فيه. ليزا كسفت من اللي حصل بقى وسكتت، وكل الكلام اللي كانت هتقوله طار. وفي الاخر قالت له ماشي يا ابو العيال بس وعدني انك مش هتتهور هناك. كايل وعدها وهي وافقت تنتظره. تاني يوم كايل كان لازم يشتري شويه حاجات للرحله فطلب من ليزا تروح معاه السوق. وهم هناك ليزا شافت الف كانت واقفه عند واحد من الاكشاك، استغربت جدا علشان نادر جدا حد يشوف الف هنا في الحته دي، بس كايل كان اكتر واحد متفاجئ عشان الالف دي مش اي حد، دي اورازا. كايل افتكر كل لحظه عاشها معاها في المستقبل وقد ايه كانت بتحبه لدرجه انها قالت له اسمها الحقيقي، ودي حاجه كبيره جدا عند الالف يا صديقي. اتصدم انه شافها لدرجه انه فجاه قال اسمها بصوت عالي اكزيس، بس ما كانش المفروض يعمل كده خالص علشان في الزمن ده اوزارا اصلا ما تعرفوش، ولما لقيت بني ادم عادي عارف اسمها الحقيقي اتوترت جدا. قالت له انت مين وتعرف الاسم ده منين؟ وكانت رايحه تهاجمه. كايل حاول يهديها ومسك دراعها علشان ما تعملش دوشه في الشارع بس مفيش فايده، اضطر يستخدم اسمها الحقيقي مره تانية علشان يخليها تنام. لما حد بيعرف اسم الالف الحقيقي بيقدر يامره باسمه باي حاجه، وعلشان كده ما بيقولوش اسمهم الحقيقي لاي حد. ورزا وقعت في حضنه ودي مشكله خلصت، بس في مشكله اكبر كانت واقفه وراهم. ليزا شافت كل حاجه حصلت من وجهه نظرها. كايل واقف في نص السوق وشوف بنت الف شكلها حلو ووقع في حبها في ثواني. بعد الموضوع ده كايل خد اورازا البيت وحاول يقنعها انها تخيلت انه نطق اسمها الحقيقي، بس اورازا مش هبله يا صديقي، عارفه انها سمعته بيقول اسمها واسمها الحقيقي المفروض ما فيش حد يعرفه غير اهلها. طلبت منه يقول لها جابه منين. كايل ما كانش يقدر يقول لها انه بعد 4 سنين هيبقوا حبايب وهي هتثق فيه لدرجه انها تقول بنفسها اسمها ليه، وحتى لو قال لها كده مش هتصدق. اورازا هددته انها تقتله لو قال اسمها لحد. كايل قال لها استني شويه بس يا بنت الناس اوعدك هشرح لك كل حاجه بعدين. اورازا بصت له باستغراب انت عايز نثق فيك وانت ماسك حياتي في ايدك؟ كايل عرض عليها حل تاني، ايه رايك نعمل عقد سحري يربطنا ببعض؟ العقود دي عاده بتحصل بين البشر والارواح، بس في ظروف خاصه ممكن تتعمل بين شخصين عاديين عشان يضمنوا السريه. بنود العقد كانت واضحه جدا، كايل مش مسموح له يقول اسم اورازا الحقيقي لاي حد ولا يستخدمه في حاجه وحشه، ولو خالف الشروط في اي لحظه هيموت موته بشعه. فورا اورازا اتفاجئت انه مستعد يراهن بحياته كده، فقررت تصدقه دلوقتي وتديله فرصه. بس المشكله ان العقد محتاج قمر كامل علشان يتفعل، والقمر الجاي بعد 3 اسابيع، يعني مفيش حل غير انها تفضل قريبه منه طول الوقت ده. بس كايل قال لها انه هيسافر بكره، يعني اورازا مضطره تروح معاه، هو ما ينفعش تسيبه بعيد عن عينها. تاني يوم الكل حضر شنطته وهو مستعدين يتحركوا، وكايل ودع امه وليزا قررت تروح مع كايل، اما هيبقى مش واثقه فيه بعد اللي حصل، ما هو مسافر لوحده مع اورازا. كايل قال لهم انه بدل ما يروحوا العاصمه الملكيه دلوقتي عنده خطه تانية، هيطلعوا على جبل سكورد علشان يدخلوا متاهه ملك السحر. سيرين اعترض وقال له انت هتضيع وقتك في المكان ده اسطوره ومحدش لقى الكنز اللي جواه اصلا. كايل طمنهم وقال لهم انه معاه خريطه مفصله هتساعدهم يوصلوا. الخريطه دي كايل عملها من ذكرياته لما دخل المتاهه دي في المستقبل، بس محدش صدق ان الخريطه حقيقيه وقالوا اكيد اتضحك عليه واتنصب عليه. هنا اورازا قررت تساعده وقالت لهم ان الورق ده مصنوع من شجره سحريه عمرها 1000 سنه، وطبعا الكلام ده كله من دماغها علشان تسنده. كايل عارف طبعا انها بتالف، اصل الورق متاخده من الكتب اللي في المكتبه، بس باقي التيم صدقوا كلام اورازا اكتر من كايل واطمنوا ان الخريطه حقيقيه. حتى مع الخريطه المتاهه كبيره جدا وهتاخد منهم سنين يدوروا فيها، بس كايل كان مرتب لكل حاجه وقال لهم انهم هيحفروا نفق، وبداوا فعلا يحضروا للنفق بسرعه علشان يتفادوا الافخاخ القاتله اللي جوه المتاهه. حتى اورازا ساعدتهم باستخدام روح الارض علشان تدعم النفق وما يوقعش
عليهم، وكان باين عليها متحمسه جدا بطريقه خلتها تشجع كايل وسيرين يحفروا اكتر واكتر. بعد يوم شغل طويل الكل رجع للمعسكر وليزا حضرت لهم اكل يجنن. الاكل عجب الكل جدا وليزا قالت لهم كلوا براحتكم الاكل كتير، ورازا سالتها هو انت اللي اصطدت الدب ده، عشان ما كانتش متخيله ان ليزا عندها خبره في الاسلحه. ليزا ردت بكل بساطه ما استخدمتش سلاح بس كسرت راسه بايديا، ودي حاجه عاديه جدا بالنسبه لها. البت بتستغرب، فتاني يوم رجعوا عشان يشتغلوا في النفق وهم بيرتاحوا. رازا جت وقعدت مع كايل وسالته بصراحه انت ليه بتعمل كده؟ ليه مصمم تبقى بطل بالطريقه المجنونه دي؟ هي لاحظت ان الباقي سايبينه من غير ما يساله، وده علشان واثقين فيه جدا بس هي مش بتثق فيه خالص، وكانت مستغربه ازاي حد عادي يتحمل كل التعب ده من غير سبب. كايل طول فتره الحفر لابس خواتم بتتقل جسمه 9 مرات ومع كده ما اشتكاش ولا مره، فهل ده ليه علاقه بانه يعرف اسمها الحقيقي؟ بس قبل ما يرد عليها كان وصل اخيرا للمكان اللي هو رايحه. ساعتها قطع عليها الكلام وقال لها روحي نادي الباقيين بسرعه. اول ما الكل وصل كايل خبط الحيطه برجله ولقى قدامهم جبل من الذهب والكنوز. سيرين كان في قمه السعاده وقال انا كده مش هشتغل تاني طول عمري، وقعد يقوم وسط الذهب، بس كايل استاذن منه واختفى لوحده لانه كان عارف ان في كنز تاني سري جوه المتاهه دي لازم يلاقيه. دخل اوضه جوه ولقى قدامه السيف الاسطوري اللي شاركوا معارك كتير في المستقبل، واول ما قرب عليه روح السيف نفسها ظهرت قدامه ورحبت بيه. سيلفي بدا الكلام وهي بتبارك للبطل الشجاع اللي قدر يعدي من اختبارات المتاهه، بس فجاه كايل حط ايده على بقها عشان يسكتها لانه مش عايز صحابه يعرفوا عنها حاجه دلوقتي. سيلفي بقى زالت موت وعلت صوتها عليه، قالت له ازاي اجرؤ يعملها بقله ذوق كده؟ بس الحقيقه ان ده ملوش علاقه بقله الذوق، كايل بس عايزه تسكت ثانيه واحده بس. لما سيلفي هديت شويه وكايل قال لها انه عارف انها نسخه من ملكه السحر، وانه في الحقيقه ما مرش بكل الفخاخ اللي قالت عليها في المتاهه، هو بس لقى طريق مختصر ودخل بسرعه. سيلفي ما كانتش مصدقه ان كايل قدر يغش المتاهه بتاعتها بالسهوله دي، وكايل كان نفسه يشرح لها ازاي عرف يوصل هنا، بس قال لها ان الاسرع انه يعدي الاختبار الاخير عشان تشوف بنفسها. الاختبار الاخير كان ان كايل يسحب السيف عشان سيلفي تقدر تقرا ذكرياته، ولما عملت كده شافت فيلم كامل عن كل المصايب اللي هتحصل في المستقبل لحد لحظه ما كايل لمس قلب التنين وانتقل عبر الزمن. سيلفي كان صعب عليها تصدق ان اللي شافته ده حقيقي لانها ما كانتش تتخيل ان سحر الزمن ينفع يتعمل بالحجم ده، بس لو كل ده في ذكريات كايل يبقى لازم يكون حقيقي. في اللحظه دي صحابه لاحظوا ان كايل غايب فقرروا يدوروا عليه، بس كايل لسه ما قالهمش اي حاجه عن الموضوع ده، فقال لسيلفي تمشي معاه وتتصرف بطريقه طبيعيه. مسك السيف ولما اصحابه قربوا صرخ بحماس وقال انه لا سيف ذكي جدا، وبعدين اتعرفوا كلهم على سيلفي وهي كانت مبسوطه قوي وهي بتاكل من البسكوت بتاع ليزا لانها من قرون ما اكلتش اكل حقيقي. ليزا سالت سيلفي اذا كانت فعلا ملكه السحر، بس سيلفي قالت انها بالظبط مش الملكه السحريه كلها، هي بس جزء منها، كائن سحري موجود عشان يقيم الناس اللي هتوصل لخزنه الكنز دي، ولو شافت انهم مش قد المسؤوليه دي كانت هتفجر المكان كله باللي فيه. بس هي شايفه ان كايل ده مثير للاهتمام شويه فهي موافقه عليه دلوقتي. كمان قالت لهم ياخدوا الشنطه دي معاهم لانها متوصله مباشره بخزنه الكنز. لما كايل خد الكنز اللي كان عايزه هو والباقيين راحوا على العاصمه الملكيه، وهناك سيلفي كل شويه تتسحب عشان تجرب اكشاك الاكل، بس سيرين ما كانش عايزها تضيع السبب انهم جايين هنا عشان يجيبوا معدات جديده، وكايل عارف مكان مثالي للمعدات دي وداهم على محل اسلحه في نص البلد، والمحل ده حاجه كده فخمه قوي يعني يا صديقي. لما دخلوا موظفه الاستقبال سالتهم لو عندهم خطاب توصيه او حاجه لان عيال زيهم مستحيل يقدروا يشتروا حاجه من هنا. كايل افتكر ان المحل ده لازم تدفع اشتراك عشان يخدموك، بس مع الكنز اللي معاهم دلوقتي الاشتراك ده مش مشكله. ادى لموظف الاستقبال كام عمله ذهبيه من خزنه الكنز، والراجل كان هيتجنن من اللي كايل اداهوله فقال لهم ادخلوا. لما دخلوا اتعرفوا على صاحب المحل فيسبا بس مش بيتركب، عرض عليهم يساعدهم يختاروا المعدات اللي عايزينها. سيلفي لاحظت كام سيف على الحيطه وعرفت انهم من شغل ميلانس. فيسبا استغرب انها عرفت من نظره واحده بس هي كانت صح، السيوف دي فعلا من صنع ميلانس، الحرف العظيم من العصور القديمه. بس سيلفي قالت انها فعلا قابلت ميلانس قبل كده وشغله كان مش احسن حاجه يعني، وكان كل ما تنتقده يعمل دوشه. فيسبا اتلخبط من كلام سيلفي، بس قبل ما تقول حاجه تانية كايل شدها من ايدها عشان ما يخليش حد يعرف انها ملكه السحر. المهم فيسبا بدا يفرجهم على المحل واقترح على كايل بدله درع من قشور التنين معموله يدوي بايد عمال مظلومين ومليانه سحر المقاومه. كايل عجبه ان الدرع ده عملي قوي فقرر يشتريه. فيسبا كان في صدمه انه قرر بالسرعه دي عادي يعني لان الدرع ده غالي جدا. كايل سال سيرين لو عايز بدله درع تنين زي دي، بس سيرين قال له لا مش عايز البس زيك خالص انا هجيب بدله تانية. كايل قال له خلاص انت حر مفيش مشكله، وما دام الكل موجود هنا كايل قال لهم ياخدوا اي حاجه يحسوا انهم هيحتاجوها. الباقيين بداوا يلموا حاجات زي اساور سحريه قفازات لليزا ومعدات قتاليه لسيرين عشان يزود قوته. لما خلصوا كل المعدات اللي هيحتاجوها كايل سال فيسبا لو عنده اي احجار سحريه في المخزن كده حاجه مخبيها. فيسبا وراه واحد من اشهر الحاجات اللي عنده، حجر سحري معمول عليه تعويذه انفجار، يعني شيء جامد قوي يا صديقي في القتال الهجومي. احجار الانفجار دي حلوه جدا بس كايل كان عايز حاجه تكون قويه جدا ضد الوحوش الزاحفه، فقام فيسبا جايب له حجر سحري معمول عليه تعويذه برد. الوحوش دي بتبقى ضعيفه قدام البرد فده المفروض يكون فعال معاهم، بس المشكله ان عمل تعويذه برد على حجر سحري مش سهل خالص، عشان كده الحاجه دي غاليه موت. كايل ما فكرش حتى يسال عن السعر، قال لفيسبا على طول انه عايز يشتري كل الاحجار السحريه اللي عنده في المخزن، وكمان عايز كل جرعات الشفاء اللي عند فيسبا. فيسبا كان مصدوم لان شراء الكميه دي من الجرعات هيكلف فلوس كتير جدا. كايل قال له كمان صحيح مش هيبقى عملي انه يجيب كل العملات دي هنا، فبدل ما يتعب نفسه حط شنطه جواهر تساوي 10 مليون عمله على الترابيزه وقال له خلاص كده الحساب واصل. بعد كده كايل والباقيين مشوا من المحل، بس سيرين
كان قلقان شويه ان الاشاعات عن انهم اغنياء ممكن تنتشر، واخر حاجه عايزينها ان الضرايب تيجي تدق على بابهم او حد يجي يسرقهم. كايل قال له ما تشغلش دماغك، احنا هنمشي من العاصمه بكره. بس الباقي اتفاجئوا لانهم ما كانوش عارفين ان اقامتهم هنا هتبقى قصيره بالشكل ده. دي اول مره ليزا وسيرين يجوا العاصمه وكانوا عايزين يستمتعوا بيها اكتر. فقام سيرين جري يعيش احلامه في المدينه الكبيره، وراسوزا قالت لليزا انها هتوريها البلد. سيلفي كمان حاولت تتسحب علشان تجرب اكل من اكشاك تانية، بس كايل مسكها وقال لها تعالي في حاجه لازم يتكلموا فيها لوحدهم لما الباقيين يمشوا. كايل خد سيلفي ورجعوا على الفندق، ولما دخلوا سالها اذا كانت فاكره ان المستقبل فعلا ممكن يتغير. سيلفي قالت له انه سؤال غبي لان المستقبل اصلا ما كانش متحدد من الاول، كل اللي جاي صديقي ده كفر ملناش دعوه بيه. زي ما هي شايفه الموضوع، التعويذه اللي رجعت كايل عبر الزمن يمكن تكون شدت روحه من الخط الزمني بتاعه وحطته في نقطه اقدم في خط زمني تاني. ليه؟ لان قلب التنين اللي استخدمه كمحفز لسه معاه، مع ان قلب التنين بتاع الخط الزمني ده لسه موجود في مكان تاني. وجود كايل نفسه في الخط الزمني ده هيسبب تغيرات، بس زي ما الامور ماشيه الغزو الكبير لسه هيحصل في وقت ما، يعني لازم يعملوا حاجه بخصوص ده. لما كايل عرف ان تصرفاته ممكن تغير مسار الامور قال انه مستعد يعمل اي حاجه عشان ينقذ العالم، بس لسه في حاجه واحده محيراه. دلوقتي في قلبين تنين في العالم ده بسبب السفر عبر الزمن، واحد معاه والتاني غالبا مع الشياطين. بس لو الموضوع كده كايل مستغرب ليه في نسخه واحده منه بس وهي اللي موجوده قدامك دلوقتي يا صديقي. سيلفا عندها نظريه عن الموضوع ده كمان، قالت له عن واحد من اخطر انواع السحر الممنوعه وهو دمج الارواح. في العالم ده اقصى قوه سحريه للشخص بتتحدد من ساعه ما يتولد، ومهما اتدرب مش هيقدر يغير ده. بس زمان اكتشفوا ان قوه الشخص السحريه ممكن تزيد لو دمجوا روحين مع بعض. عملوا تجارب على اطفال رضع بارواح صناعيه، بس التجربه فشلت فشل ذريع، علشان كده دمج الارواح اتصنف كسحر ممنوع. بالنسبه للي حصل لكايل، سيلفي شايفه ان روح كايل من المستقبل وكايل من الماضي اتدمجوا مع بعض، ولحسن الحظ بما انهم نفس الشخص بالظبط يظهر ان الدمج ده حصل من غير مشاكل كبيره. النتيجه بقى ان قوته السحريه تقريبا اتضاعفت، يعني كايل دلوقتي المفروض يكون اقوى بكتير من اللي كان عليه في الخط الزمني اللي فات. يمكن كمان يقدر يستخدم اعلى انواع السحر، بس انه يتقنها دي قصه تانية خالص. الموضوع ده ما حصلش قبل كده، فسيلفي ما عندهاش فكره ايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل لكايل. قالت له لو حس باي حاجه غريبه لازم يقول لها على طول علشان تساعده. بالليل ليزا وراسوزا رجعوا من جولتهم في البلد، وليزا كانت جاهزه تنام، بس وراسوزا قالت انها تفضل سهرانه شويه علشان بتحب تتفرج على القمر لما يكون بدر، وده بيحصل مره في الشهر. بس هي اصلا موجوده هنا بس علشان لازم تفضل جنب كايل لحد ما القمر يبقى بدر عشان تعمل عقد الارتباط. بس هي نسيت الموضوع خالص والليله هتخلص تقريبا، فلازم تلاقي كايل بسرعه. كايل كان بره في الغابه بيتدرب مع سيلفي، وفجاه وراسوزا جت جري عليه، فكرته انهم لازم يعملوا طقس العقد دلوقتي. كايل كان ناسي الموضوع ده تماما برضه، وهو لسه موافق يعمل العقد، بس هو كان بيتدرب من ساعات وكان خلاص هينام، فلا ما ينفعش ناجله للشهر الجاي. وراسوزا رفضت وقالت له مستحيل. في الاخر كايل وافق، وراسوزا بدات ترسم دايره العقد. وهي صغيره كانت دايما بتشوف عقد الارتباط ده رمز للالتزام بين العشاق، وكانت تشوفه في الافراح في قريتها، فكانت نفسها تجرب الاحساس ده في يوم من الايام، بس ما كانتش تتخيل انه هيحصل بالطريقه دي. خلصت رسم الدايره وقالت لكايل انها جاهزه تبدا، بس لقيته نايم. راسوزا زعقت له قالت له قوم بقى، لازم نخلص ده قبل ما الليله تخلص. كايل صحى ووقفوا هما الاثنين في نص الدايره. كايل افتكر ازاي هو وراسوزا عملوا الطقس ده زمان لما اتجوزوا في الخط الزمني التاني، فبعد ما اقصى منه مش هيستخدم اسمها الحقيقي في اي شر قرب منها وبسها. وراسوزا كانت في صدمه، ما عرفتش ترد في الاول، بس لما استوعبت اللي بيحصل زقته بعيد وطلبت منه يقول لها هو بيعمل ايه بالظبط. كايل ما فهمش هي زعلانه ليه، قال لها مش دي الخطوه الاخيره عشان يختموا العقد. بس راسوزا قالت له ان البوسه دي بتحصل بس لو العقد بتاع جواز، وده ما كانش المفروض يكون عقد جواز اصلا. فراسوزا كانت متعصبه موت وولعت فيه. تاني يوم الصبح كايل والباقيين بداوا يمشوا من العاصمه. ليزا لاحظت ان الكل شكله تعبان قوي. كايل قال ان هو وراسوزا سيروا لحد الفجر بسبب موقف صغير، بس وراسوزا ما كانتش عايزه تتكلم عنه. بالنسبه لسيرين هو كان سهران طول الليل بيحاول يلاقي بنت ترتبط بيه، بس حتى وهو غني دلوقتي ما عندوش الحظ ده. المهم الجماعه رايحين دلوقتي على اركين، بس كايل ما كانش عايز يشرح ليه، فقال للكل ان سيلفا عندها قدره تنبؤ. قالت لهم انهم لازم يروحوا هناك. لما وصلوا اركين لقوا نفسهم وصلوا في الوقت اللي الاميره كانت بتعمل زياره فيه للبلد. مولينا اميره طيبه كل الناس بتحبها، الباقيين كانوا متحمسين انهم يشوفوها، بس كايل هو الوحيد اللي عارف ان بعد يومين مولينا هتموت. بعد يومين قافله مولينا هتروح على قريه سينز، وفي الطريق هتتعرض لهجوم من الهايدرا وهتموت. سينز لسه قريب متعرضه لهجوم من هيدرات، ومولينا كانت ناويه تروح هناك عشان تدعم الناس اللي هناك، بس ده اللي خلاها تموت في النهايه. كايل شايف ان اللي حصل ده نتيجه طبيعيه لاختياراتها الغلط، لان موضوع انها تروح قريه سينز وهي لسه خطر حتى لو من طيبه قلبها كان قرار متخلف جدا. سيلفي سالته لو ينفع يكون في احتمال ان مولينا اتقتلت وتغطى على الموضوع ده بانه هجوم وحش. كايل قال ان في اشاعات ان اخوها الامير كار كان ورا الموضوع ده، بس مفيش اي دليل يثبت تورطه. في النهايه اعتبروا ان ده حادث مؤسف، وكايل كان ناوي يستغل الحدث المؤسف ده عشان ينقذ الاميره ويبقى البطل. في اللحظه دي سيرين دخل وقال لهم انه سال هنا وهناك عن خطط الاميره بس ملاش حاجه. كايل ساله هو انت بتسال عن خططها ليه اصلا يا اسطى؟ سيرين رد وقال له عشان يلاقي الاميره في الموعد المكتوب بينهم. كايل اتخض وقال له ايه؟ سيرين كمل وقال له انه هيتدخل بشجاعه عشان يحميها من اي خطر يواجهها. كايل كان في صدمه، وسيرين ساله مالك؟ كايل قال له ان نفس الفكره جات له في دماغه. سيرين اتفاجئ واتعصب، بس كايل شرح له ان الاميره فعلا في خطر، وده بناء على رؤيه سيلفي المستقبليه، وسيلفي اكدت كلامه. سيرين حس ان دي فرصته وقال انه
لازم يلحق الاميره. كايل نصحه ما يستعجلش. بعد كده شافوا قافله الاميره وهي بتتحرك من القصر. كايل واصحابه واقفين يتفرجوا. ليزا سالتهم هي الاميره فعلا في خطر؟ كايل شرح لها وسيلفي قطعته وقالت لهم ان دي رؤيتها المستقبليه هي. وراسوزا سالتها هنعرف نتتبع القافله ازاي واحنا ما نقدرش نقرب قوي منهم؟ سيلفي قالت لهم انها تساعدهم بقدرتها الخاصه. وفجاه اتقلبت لصار الكل كان مصدوم. بس سيلفي شرحت لهم ان شكلها الحقيقي هو الجوهره اللي في السيف اللي مع كايل، وان الجسم ده بس شكل رمز معمول من طاقه سحريه وينفع يتغير بسهوله. بعدين طارت في السماء وراحت تراقب قافله الاميره من بعيد من غير ما حد ياخد باله. واللي سيلفي شافته كايل واصحابه شافوه عن طريق السيف. شافوا ان حراس المدينه بيحموا الاميره. كايل قال ان الحراس متدربين كويس بس ما ينفعش نعتمد عليهم. في اللحظه دي سمعوا سيلفي بتقول لهم ان في حاجه غريبه بتحصل. كايل سالها بسرعه دول الوحوش. سيلفي وضحت ان سواقين عربيه الاميره بيهاجموا الحراس. سيرين قال ازاي؟ كايل جرى وامر الكل يروحوا هناك. شافوا ان سواقين العربيه خلصوا على الحراس وواحد منهم رمى تراب سحري. كايل واصحابه قربوا وكايل نطق تعويذه سحريه ونط على السواقين وضربهم وكتفهم بحبال. سيرين راح يشوف الاميره وقال لهم انها فاقده الوعي. كايل قال انهم اكيد عندهم شركاء ممكن يوصلوا في اي لحظه وطلب من سيرين يفضل مع الاميره. فجاه كلب ظهر وهجم على كايل بس كايل خلص عليه بسيفه. وبعدين شافوا مجموعه كلاب وحوش واقفه قدامهم وبداوا يهاجموهم. وراسوزا وليزا بداوا يضربوهم وفي كلب قرب وابتلع واحد من السواقين. ليزا قالت ان عددهم كبير. كايل سال سيرين لو يعرف يسوق العربيه. سيرين راح بس قال لكايل انه ما يعرفش لان العربيه خربانه. وفجاه سمعوا صوت خطوات وحش ضخم جاي ناحيتهم. كايل كان متوقع وصوله وسيلفي قالت له انه قرب. كايل قال لسيرين ان امان الاميره اولويتهم الاولى وطلب منه يفضل معاها. وطلب من ليزا وراسوزا يفضلوا مع سيرين. وراسوزا سالته هتقاتل لوحدك؟ كايل قال لها انه مش هيتهور وان عنده فرصه يهزمه. وراسوزا بصت له قالت له خلي بالك من نفسك. كايل بيجري ناحيه الوحش وراسوزا وليزا كانوا بيتصارعوا مع الكلاب. وراسوزا استدعت وحش زار وولع النار في الكلاب. من الناحيه الثانيه شفنا كايل بيجري وبيدور على الوحش. سيلفي سالته لو يقدر يهزم الهايدرا. كايل قال لها ان قوه الهايدرا بتتحدد بعدد رؤوسها وانه زمان هزم هايدرا ب3 رؤوس بحالهم. وفجاه ظهرت الهايدرا قدامه. كايل اتفاجئ لان ده مش 3 رؤوس، ده رؤوس كتير جدا يا صديقي. سيلفي سالته نهرب بس كايل قال لها ان الوقت فات يعني لازم يقاتل. الهايدرا بدات تهجم على كايل. كايل قال ان حركات الهايدرا متوقعه بس جلدها مقاوم لهجمات السيف. بس اللي اخطر من كده اصلا هو نفس الهايدرا السام. شفنا الهايدرا بتسم الجو على كايل والمكان اتملى بدخان سام بس كايل كان زي الفل بفضل درع وقشور التنين بتاعه اللي بيستحمل السم. كايل طلع حجر سحر ورماه ناحيه الهايدرا. الحجر انفجر وجمد الهايدرا وبعدين رمى حجر تاني انفجر على الهايدرا كمان. الهايدرا طلعت نفسها السام التاني بس كايل اتفاداه هجم على الهايدرا ونجح يقطع واحد من رؤوسها. سمعنا سيلفي بتقول له انه بيقاتل احسن مما كانت متخيله. كايل قال لها عيب عليكي بس قدره الوحش على التجدد سريعه جدا يا صديقي. في الوقت ده سيرين وليزا وراسوزا لسه بيقاتلوا الكلاب. وراسوزا قالت انها قلقانه على كايل وبتسال لو كايل يقدر يقاتل الهايدرا لوحده. ليزا قالت انها فعلا قلقانه برضه بس لازم يخلصوا على الكلاب دول الاول. بنرجع لكايل اللي بيرمي حجر سحر على الهايدرا ويجمدها بس الهايدرا بتكسر التلج بسرعه. كايل اكتشف ان لسه فاضل له حجر سحري واحد بس. الهايدرا هجمت عليه بس كايل اتفاداها وقطع راس تانيه بس برضه الراس اتجددت على طول. كايل قال ان قدره التجدد بتاعتها اسرع من الهايدرا اللي ب3 رؤوس فطلع حجر سحر معاه يستخدمه وجرى بسرعه ناحيه الهايدرا وبيغرس سيفه في جسم الهايدرا. الوحش كان بيتألم. كايل زق نفسه اعمق واعمق واستخدم خواتمه السحريه عشان يضرب الوحش بس الوحش زقه بعيد. كايل طار لورا وخبط في شجره ووقع على الارض وهو بيتألم بس قام لقى الهايدرا واقفه قدامه. بس فجاه لمحنا نور اخضر طالع من جسم الهايدرا وفجاه انفجرت واتقطعت لحتت. كايل كان فرحان قوي لانه نجح يهزمها. من الناحيه الثانيه بنشوف ان اصحابه خلصوا على الكلاب كلها. وراسوزا قالت لليزا انها قلقانه على كايل ولازم يروحوا له بس اتفاجئوا لما كايل رجع لهم. وراسوزا سالته انت فعلا قدرت تهزم الهايدرا لوحدك؟ كايل قال بس واجهوا شويه مشاكل. كايل راح لسيرين وساله عن حاله الاميره. سيرين قال له ان الاميره لسه ما فاقتش ويظهر انها وخادمتها اخدوا مخدر. كايل طلع في العربيه ولقى راسوزا وليزا قاعدين جنب الاميره. قال لهم لازم يدوا لها ترياق عشان تفوق. طلعت الترياق وادته للاميره. في اللحظه دي سيرين قال لكايل انه لقى حاجه على الارض. كايل خدها منه وقال ان السواقين هم اللي استدرجوا الوحوش عشان يهاجموا الاميره. شرح ان موت الاميره اللي فات ما كانش حادث، ده كان اغتيال. بنروح على المدينه وبنشوف القائد واقف مع الامير والقائد قال له ابعت فرقه تشوف الاميره. وقت الغروب كايل دخل العربيه وسال عن حاله الاميره وراسوزا هزت راسها وقالت مفيش جديد. في اللحظه دي الاميره بدات تفوق وسالتهم لو هي لسه عايشه وراسوزا قالت لها ترتاح. والاميره قالت لهم انها ما كانتش فاكره انها تصحى تاني. الاميره سالتهم انتوا اللي انقذتوني؟ سيرين نط بسرعه وقال لها انا اللي انقذتك بس ليزا على طول ضربته بوكس في بطنه واشرت لكايل ان هو اللي يتكلم. كايل انحنى قدام الاميره وقال لها ان اسمه كايل وهو واصحابه شافوا الاميره وحراسها وهم بيتعرضوا للهجوم وهم مسافرين عشان كده هو واصحابه انقذوها من الوحوش. في اللحظه دي اركا خادمه الاميره فاتت وجرت ناحيتها بس الاميره قالت لها تهدى شويه لان دول اللي انقذوهم. اركا قالت بس ما ينفعش نثق في اي حد غريب كده بس الاميره شكرتهم على انقاذها. الاميره قامت وقفت بس كايل قال لها ان الوضع بره وحش ما انصحكيش تطلعي بره بس الاميره اصرت انها تخرج. الاميره راحت لواحد من السواقين اللي مربوطين بحباله وبصت له لفت وسالتهم لو هم على الطريق اللي بيربط بين اركين وسينيز. كايل رد وقال لها ايوه. بعدين الاميره سالت لو كل الحراس ماتوا. كايل قال لها انهم لو هم ميتين لما وصلوا. ليزا قالت ان الاميره شكلها مختلف عن قبل كده وراسوزا وقفتها. في اللحظه دي سيلفي قالت لكايل ان في فرقه فرسان جايه من اركين وكايل عرف الاميره. الاميره هنا اترعبت قالت لهم لازم يهربوا فورا وكمان قالت انهم مش هيقتلوها هي بس لا
هيقتلوا كايل واصحابه معاها. كايل سالها مش المفروض حراس مملكتك هيدافعوا عنك؟ الاميره ردت وقالت لا، وكملت ان الراجل اللي عايز يقتلها هو قائد الكتيبه الثانيه. كايل اتفاجئ وافتكر لما شافه مع الاميره في المدينه. الاميره راحت لاركا وامرته انها تحرق كل الجثث. اركا بتقول كام تعويذه سحريه وفجاه كره نار ظهرت فوقها وحرقت كل الجثث اللي حواليها. الاميره قالت لهم ان القائد ده فعلا عايزه تموت وان حرق الجثث هيأخرهم شويه وده هيكسبهم وقت على ما يهربوا. امرت اركا تتولى المسؤوليه وقالت لكايل واصحابه انهم لازم يمشوا فورا. سيرين رمى كيس تراب في النار، شرح ان لو عايزين يكسبوا وقت اكتر الوحوش هتساعد تاخر اللي بيطاردوهم. الكل طلع في العربيه ومشوا من المكان. كايل بص لمولينا وسالها وهو مش مصدق يعني انت متاكده ان القائد زينتوس هو اللي ورا اللي حصل؟ ردت عليه وهي واثقه وقالت له انا عارفه انا سمعت ايه. امبارح الامير مع زينتوس خدروها وقبل ما تفقد الوعي كانت سامعه صوت اخوها بيضحك ومبسوط عشان الخطه نجحت عليها، وكان بيقول خلاص فاضل بس يركبها العربيه ويبعتها على ساينز ويقول للناس ان هي اللي قررت تروح هناك من غير تفكير وساعتها الوحوش تاكلها وخلصت على كده. هي كانت عارفه انه طماع وزباله بس عمرها ما حسبت حسابه لانه غبي وما عندوش ولا دماغ ولا شخصيه، بس دلوقتي بقى معاه زينتوس واللي هو واحد مش سهل فبقى خطر فعلا. في الطبيعي كيلان من الكتيبه الخمسه هي اللي كانت بتحميها، بس عشان كيلان مشهوره دايما بيجبروها تروح حفلات في العاصمه، فالمره دي خلوا زينتوس هو اللي مسؤول عنها. وهي لما رجعت فكرت وقالت يا ريتني كنت شكيت من اول مره شفت اخويا طالع معانا لانه اصلا ملوش لازمه في الرحله دي. كايل كان لسه مش قادر يصدق ان زينتوس ممكن يكون له يد في محاوله الاغتيال، بس في نفس الوقت ما قدرش يكذب مولينا، هو واثق فيها وعشان كده اضطر يصدق ان زينتوس بقى عدوهم دلوقتي. وقال لها طالما المحاوله الاولى فشلت اكيد هيحاولوا تاني، وزينتوس مش هيسكت، اكيد مخطط لخطه بديله وهيحاول يلبسنا انا والباقيين تهمه قتل الحرس الملكي عشان يوصلوا ليكي ويطلعونا قدام الناس اننا المجرمين واننا كنا عايزين نخلص عليكي. ومن هنا كانت الفكره انهم يسيبوا مولينا ويمشوا عشان ينقذوا نفسهم، بس الوقت عدى على كده وما بقاش فيه رجعه. فمولينا بصت لهم وقالت لهم انا مش هنسى اللي عملتوه، ولو رجعنا العاصمه بالسلامه هكافئكم مكافاه محترمه تليق بيكم. وكان في شويه حاجات ماشيه معاهم في صالحهم، اهمها ان كتيبه كيلان المفروض توصل لارشين تاني يوم الصبح، ولما تكتشف ان مولينا مش هناك اكيد كيلان هتتحرك وتدور عليها بنفسها. كايل سال سؤال مهم، طب لو كتيبه كيلان اتقابلت مع كتيبه زينتوس؟ مولينا قالت له ان الكتيبتين قوتهم متقاربه وده ممكن يبقى في صالحهم اكتر من زينتوس. ساعتها ليزا قالت طب ما نستخبى ونستنى الدنيا تهدى، بس كايل رفض الفكره، قال ان زينتوس ممكن يمحي القاره اللي رايحين لها كلها عشان يسكت الناس. فسالوه هو ممكن يوصل للدرجه دي؟ كايل رد وقال ده قتل الحرس الملك عشان يوصل لمولينا، تفتكر هيفرق معاه كام فلاح؟ فكان شايف ان افضل حاجه دلوقتي انهم يرجعوا ارشين لان فيها فوق ال 10000 نسمه ومفيش فرصه لزينتوس يعمل مجزره هناك، وكمان لو قابلوا كتيبه كيلان هيبقى عندهم فرصه ينجوا من اللي جاي. مولينا وافقت على الخطه بس كانت قلقانه انهم لو رجعوا دلوقتي ممكن يقابلوا ناس من رجاله زينتوس، فسالت كايل لو عنده خطه وهو بكل هدوء قال انه ناوي يعدي من وسطهم بالعافيه. وقفوا العربيه وبداوا يجهزوا نفسهم، وبفضل مراقبه سيلفي قدروا يعرفوا ان زينتوس مش مع الكتيبه، فكل اللي محتاجين يركزوا عليه دلوقتي هو الجنود العاديين. وفي نفس الوقت في العاصمه الامير كان مرعوب ومتعصب عشان محاوله الاغتيال فشلت، وزينتوس كان بيحاول يطمنه وقال له انه بعت رجاله يكملوا المهمه ويخلصوا على الاميره، بس الامير ساله طب ليه مش طالع معاهم؟ زينتوس شرح له ان كيلان جايه الصبح ولما تلاقي الاميره مش موجوده اكيد هتساله، وهو ما بيعرفش يرد تحت الضغط، فزينتوس لازم يكون جنبه عشان يفكر له في حجه. الامير ساعتها قال له ماشي بس بما انك دخلت في الخطه دي لو غلطت تاني مش هسامحك باي شكل. وهما ماشيين ورا العربيه اللي فيها مولينا واحد من الكشافه رجع جري بيصرخ وبيقول انه شاف العربيه لفت ورجع في الاتجاه ده، فالمفروض انها تظهر قدامهم كمان شويه. نائب القائد ساعتها زعق وقال لكل الجنود يوقفوا مكانهم ويجهزوا الاقواس عشان يضربوا العربيه اول ما توصل، بس اللي حصل ما كانش في حساب حد خالص. اول ما العربيه ظهرت انفجارات نزلت من السما زي المطر، دي كانت غاره جويه متخططه بعنايه وسيلفي هي اللي ساعدت فيها. الجنود اتخضوا والدنيا اتقلبت، ساعتها العربيه عدت من وسط القصه دي زي السهم، ورازا استخدمت سحر الرياح عشان تحمي العربيه من تاثير التفجيرات. بس لما نائب القائد بدا يرجع لوعيه امر كل اللي فاضل من الجنود انهم يقوموا ويكملوا المطارده. للاسف بسبب كل الانفجارات دي واحده من عجلات العربيات طارت واتكسرت ومفيش اي امل انهم يصلحوها في الوقت ده، فما بقاش قدامهم غير انهم يكملوا الطريق من غيرها. ليزا قالت للاميره واللي معاها انهم يركبوا على الحصنه، وكايل قرر يستخدم تعويذه تخليه سريع كفايه انه يجري وراهم برجليه، بس حتى بعد كل ده مفيش فرصه انهم يسبقوا باقي الجنود. فكايل قالها صريحه لازم حد فينا يفضل ورا ويشغلهم عننا، وكان الشخص ده هو سيرين. بعدها بشويه الجنود لحقوا سيرين واتصدموا لما لقوه واقف بيرفرف بعلم ابيض وبيزعق انا مش عايز اقاتل. الجنود وقفوا في حيره وبداوا يقربوا منه بحذر عشان يشوفوا هو بيعمل ايه، وفعلا كان باين انه ناوي يستسلم، راكع على الارض وبيطلب السماح وبيقول لهم كل اللي حصل ده كان فكر كايل وانا ماليش دعوه، سابني وخلع، بس لو سبتوني عايش هديكم شنطه دهب تقلب حياتكم. لكن اول ما نائب القائد اكتشف ان الاميره مش موجوده قال لرجالته يخلصوا عليه عشان يكملوا المطارده. ومن الناحيه الثانيه ورازا سالت كايل انت كنت ناوي تسيب سيرين لوحده بجد؟ دول اكيد هيقتلوه، بس كايل وضح لها ان هي غلطانه لان ورازا لسه ما تعرفش ان سيرين اقوى من كايل ومن ليزا كمان. وفعلا في اللحظه اللي اتكلموا فيها سيرين كان خلص على نائب القائد وقطع رقبته، وطلع كل تمثيل الاستسلام ده كان خطه عشان يخليهم يطمنوا، وبعد كده شال كل اوزان التدريب اللي كان لابسها واستعد المعركه ضد 30 جندي لوحده. بسرعه البرق هجم على اول 3 وقطع رؤوسهم في ثانيه، وبعدها رجع يهجم على الباقيين. شويه جنود حاولوا يلفوا من وراه عشان يفاجئوه بس هو كان مستعد، رمى حجر تفجيرات تحت رجليهم وفجاه انفجرت الارض تحت
تحتهم، والاحصنه جريت من الرعب فبقوا محاصرين ومفيش عندهم وسيله للهرب. بعد شويه قتال عنيف ما بقاش فاضل غير 8 جنود، وسيرين بدا ينهج ويتعب فساب السيف من ايده وقال لهم كفايه كده، احنا كنا بس عايزين ناخركم شويه، وفعليا انا كده خلصت شغلي. كايل والباقيين اكيد بقوا قريبين من قرشين دلوقتي، فمش لازم نكمل القتال. وكمان قال لهم اكيد دلوقتي فهمتوا انكم مش هتقدروا تكسبوني، فلو مشيتوا مش هعمل لكم حاجه. الجنود وقفوا يفكروا لحظه، وبصراحه ما كانوش بياخدوا مرتب يستاهل اللي هم فيه ده، فشالوا زمايلهم المصابين وبداوا يبعدوا ببطء وهم بيعرجوا رايحين يدوروا على اسعاف. بس سيرين ما كانش ناوي يسيب وراه اي طرف خيط، وده معناه انه حتى لو قال لهم انه هيسيبهم يهربوا رمى عليهم حجر تفجير تاني وجرى عشان يخلص على الباقيين. يمكن ده كان قاسي اكتر من اللازم، ده قاسي ايه ده سادي، بس كايل كان قالها قبل كده، سيرين محارب ما بيرحمش. في نفس الوقت في قرشين زينتوس بدا يحس ان في حاجه غلط، لان بقاله كتير ما سمعش اي اخبار من جنوده، فقرر يخرج بنفسه يشوف ايه اللي بيحصل. ساب شويه جنود يحرسوا الامير وركب حصانه وطلع على الغابه. سيلفي شافته وهو جاي في اتجاه المجموعه وبلغت كايل بسرعه ان في فارس قوي جدا جاي عليهم، بس بعد ثواني زينتوس شاف سيلفي وضربها ضربه واحده من بعيد وقعتها من السماء. وهنا كايل فهم على طول ان الشخص الوحيد اللي يقدر يحدد مكانها ويصيبها بالدقه دي هو زينتوس. ساعتها قال لمولينا تستخبى جوه الغابه مؤقتا، وطلب من اورازا وسيرين ياخدوا مولينا ويجروا لو حسوا ان في حاجه غلط. بس مولينا خافت وسالته انت متاكد انك تقدر تهزمه لوحدك؟ ده اقوى فارس في المملكه. كايل قال انه كان يفضل يتفادى المواجهه دي خالص، بس دلوقتي مفيش حل تاني. بعد شويه زينتوس كان بيعدي من وسط الغابه ولقى كايل واقف لوحده في نص الطريق مستنيه. ساله انت اللي كنت بتساعد مولينا؟ كايل قال له ايوه انا، بس قول لي ليه انت جيت لوحدك؟ كان ممكن تجيب معاك باقي الجنود. زينتوس رد وقال له انه مش عايز يخلي حد منهم يموت من غير ما يكون له دخل مباشر في اللي بيحصل. كايل رغم انه دايما جاهز للقتال فقال له بهدوء انا مش عايز اقتلك، لو استسلمت ممكن اخلي الاميره تعفو عنك رسميا، بس قبل كل ده انت ليه عملت كده؟ انا متاكد انك مش من النوع اللي بيتغرب الفلوس ولا المنصب. لكن زينتوس قال له مفيش فايده من الكلام لانك هتموت دلوقتي كده كده. وساعتها فهم كايل ان مفيش مهرب والقتال بقى حتمي. الاتنين طلعوا سيوفهم وكل واحد فعل على نفسه تعويذه قوه وسرعه، وبعدها هجموا على بعض بكل اللي عندهم. زينتوس استخدم سحر الوهم بتاعه المشهور وحاول يشتت كايل، لكن كايل اتفاداه ورد عليه بهجمه مضاده خلت زينتوس يضطر يرجع خطوه لورا. زينتوس اتصدم لان دي اول مره حد يصد سحر الوهم بتاعه من اول محاوله، بس كايل ما كانش بيصد بالصدفه، لا هو عارف كل حاجه عن السحر ده لانه في الماضي زينتوس هو اللي علمه كل حاجه عن فن السيف السحري بتاعه. بعد ما كايل قدر يتفادى اول هجمه مميته من زينتوس بدا يستوعب ان قوته الجسديه دلوقتي مش هتنفع قدام الوحش اللي واقف قدامه. اتزق بسرعه لورا وزينتوس بدا يضرب عليه كرات طاقه ورا بعض خلت كايل يفقد توازنه. زينتوس قرر يخلص عليه، لكن كايل بخفه حركه مش طبيعيه داس على السيف بتاعه واستخدم الحركه دي عشان يبعد عن الهجوم. زينتوس اتعصب جدا من التصرف ده وقال له ان دي قله احترام للسيف، بس كايل رد عليه بهدوء وقال له اتعلمت الحركه دي من معلمي، وبعدها رمى عليه حجر سحري بيعمل انفجار. لكن زينتوس بذكائه بقى وسرعته الفظيعه ضرب الحجر برجله ورجعه لكايل واللي اتفاجئ واتصاب بدل ما يهاجم. وفي لمح البصر زينتوس رجع يهجم عليه قبل ما يلحق يستجمع نفسه، لكن في وسط الاشتباك السيف بتاع زينتوس بدا يتشقق. ساعتها فهم ان كايل مسك سلاح اقوى بكتير وبدا يتراجع خطوه لورا. كايل طلب منه يستسلم تاني وقال له يا عم انه مش عايز يقتله، لكنه رفض وقال له افضل طريقه استسلم بيها ان اموت، وبدا يجهز لهجمه قاضيه والهاله اللي حواليه كانت مرعبه. كايل واقف يستعد للمعركه الاخيره وزينتوس ساله عن اسمه قبل ما يتبادلوا الضربات، فكايل عرفه بنفسه وقال له افتكر اسم كويس، وانطلقوا على بعض في لحظه واحده. زينتوس قدر يصد ضربه كايل الاولى وخلاه مكشوف وضربه بكل قوته، لكن السيف بتاعه اتكسر لحظه ما لمس قلب التنين اللي جواه، ودي كانت المفاجاه اللي غيرت مجرى المعركه. زينتوس ادرك ساعتها انه بقى في موقف ضعف، وكايل استجمع كل قوته وضربه ضربه قاتله في صدره. زينتوس وقع على ركبته والدم سايح منه. بص لكايل وساله انت خليتني اصد ضربتك عن قصد عشان توصلني للوضع ده؟ كايل قال له لا انت فعلا كنت اقوى مني في كل حاجه، لكن كنت متاكد انك هتهاجم من غير تفكير وكنت مستعد. زينتوس بيبتسم ابتسامه حزينه وقال له انت غريب فعلا، وبعدها قال بصوت واطي انا اسف وشويه كلام كده ما سمعناهوش وسكت للابد. كايل كان زعلان واعتذر له وهو بيعيط وقال له ان في حاجات لازم يحميها مهما حصل، حتى لو كان لازم يقتل اعز اصحابه. رجعنا تاني المدينه وكاريانس كان بيتمشى جوه الاوضه بتاعته زي المجنون مستني زينتوس يرجع ومش فاهم ايه اللي مطوله كده. سمع صوت جاي من بعيد وافتكر انه زينتوس، لكن للاسف طلع كلين قائده الكتيبه الخمسه واللي دخلت بالامر وصرخت على الحرس يدخلوا يقبضوا عليه. كاريانس حاول يامرهم يمشوا لكن فجاه ميلا دخلت الاوضه وساعتها سكت تماما. مولينا امر كلين تقبض على الكلب الزباله ده وتحقق معاه وتستخدم القوه عادي لو رفض، وبعدها خرجت من الاوضه وصوت الامير الزباله اتبدل بصراخ وهو بيتضرب. بره الاوضه مولينا شكر كايل والفريق بتاعه على مساعدتهم ليها وانهم خلصوها من الورطه دي. خدتهم معاها للقصر الملكي عشان تشكرهم بشكل رسمي وتكافئهم. وفجاه دخل الملك شكرهم على انقاذ بنته وبدا يتساءل بينه وبين نفسه ليه زينتوس ممكن ينضم لخطه قتل مولينا، وطلب من كايل والفريق ما يقولوش السر ده لاي حد. كايل وعد انهم مش هيعملوا حاجه تضر البلد. بعدها انتشرت قصه رسميه مزيفه في المملكه بتقول ان مولينا وكاريانس كانوا في رحله المكان اتعرض لمصيبه وهجمتهم وحوش خطيره، وان الفرسان بقياده زينتوس حاولوا يحموا الامير لكنهم ماتوا. قالوا ان كاريانس اتصاب جامد ولسه بيتعالج في مكان سري. الجزء الوحيد الحقيقي في الحكايه ان كايل انقذ الاميره، وجه اليوم اللي هيستلم فيه المكافاه هو وفريقه. خد وسام الشرف عشان انقذ الاميره والناس كلها استقبلوه كانه بقى البطل الجديد في المملكه، رغم ان مولينا دلوقتي بقت في امان بس الخطر لسه ما خلصش.
خلصش، لان اللي كان ورا الهجوم كله مش كاريانس ولا زينتوس، لا ده ابوها الملك نفسه. شفت الراجل وصل لحد فين؟ كان بيغير من بنته لانها اشطر منه في كل حاجه، وبيتهيأله انها لما تبقى الملكه هتخلي المملكه ترجع لمجدها من تاني، وده شيء هو ما قدرش يعمله. كان خايف تلمع اكتر منه في التاريخ ويتنسى هو، فبدأ يفكر ازاي يتخلص منها عشان يفضل هو البطل الوحيد في كتب التاريخ. راجل واطي. وفي لحظه كان قاعد فيها في اوضته بيفكر يقتلها ازاي، كايل دخل عليه فجأة وهو متنكر في شكل قاتل محترف. الملك اول ما شافه اتخض وما بقاش عارف يتصرف، بس كايل مسكه من وراه وسد بقه عشان ما يصرخش. بدأ يعاتبه على قرار زمان لما رفض يساعد الاقزام وقت الغزو الكبير، وده اللي خلى الشياطين يدخلوا نص القاره بسهوله. كايل قال له انه مش هيحاسبه على غبائه، بس اللي فهمه بجد ان زينتوس ممكن ما كانش يخون الاميره الا لو جاله امر مباشر من الملك نفسه. وفجأة كايل زقه ناحيه البلكونه وقال له ان كل حاجه كانت واضحه. زينتوس الراجل المخلص عمره ما يهاجم مولينا الا لو جه امر صريح منه. الملك كان بيعرق وبيرتعش، بس رغم كده قال له وانت مالك؟ كايل بدأ يزقه اكتر وهو بيقول له حتى لو مولينا عندها خطط شريره، بس هي اذكى منكم كلكم كعيله مالكه. وفي لحظه الملك شال التنكر من على وش كايل، لكن كان الوقت فات وكايل زقه ووقع الملك من فوق البلكونه ومات. الحرس جريوا على صوت الخبطه ولقوا جثه وقالوا انه غالبا كان سكران وواقع، لكن علشان يحافظوا على صورته قدام الناس طلعوا اشاعه انه مات بازمه قلبيه. الخبر بينتشر بسرعه وصل لفريق كايل، وكانوا فرحانين ان مولينا خلاص هتمسك الحكم. بس اللي لفت نظرهم بقى انها طلبت تقابل كايل لوحده قبل التتويج. ولما دخل كايل الاجتماع مولينا فاجئته بخبر صادم وقالت له انها مخطوبه للامير مير من امبراطوريه جرجان. كايل اتصدم وقال لها ازاي يعني، فشرحت له ان دي كانت صفقه قديمه بين الامبراطوريتين وانهم وعدوهم بالارض مقابل خطبتها، بس الناس اللي عملوا الاتفاق كانوا مهملين ولا حتى كتبوا عقد رسمي. وفوق ده كله منطقه كارين اصلا مش تبع الاتفاق، فهتفضل تابعه لامبراطوريه زيرجوس اللي هي الامبراطوريه بتاعتها. مولينا دلوقتي عايزه ترفض الخطوبه رسمي، بس قبل ما تعمل كده لازم تاخد موافقه حاكم كارين بنفسه، والمهمه دي بقت عبء على كايل. فضل طول الليل مش عارف ينام وهو بيفكر فيها. سيلينا جات له وسالته مالك مش بتنام ليه؟ فقال لها انا قلقان من رد فعل امبراطوريه جرجان. فردت عليه وقالت له ركز في كارين الاول، شكلهم عندهم مشاكل، الحاكم بتاعهم حتى ما جاش جنازه الملك، وده معناه ان في حاجه غلط بتحصل هناك. قالت له كمان انها شاكه ان مولينا بتستخدم ذكائها كعادتها ومخططه انه يحل المشكله من غير ما تطلب منه بشكل مباشر. كايل حس براحه بعد كلامها وقال في نفسه تمام، فرصه ازود سمعتي كبطل عادي يعني، وكمان ابعد عنه وجع دماغها شويه، بس قبل ما يسافر كان لازم يشوفها تاني. هناك طلبت منه ينضم للحرس الملكي ويبقى فارسها الشخصي. كايل اتفاجئ بالكلام ده وقال لها انا عندي مهمات تانية لازم اعملها، بس لو احتجتيني هكون اول واحد يجي يساعدك. وبعد كل ده كايل خد فريقه وراحوا المحل الاسلحه بتاع فيسبا العجوز اللي كان فرحان يشوف كايل تاني، بارك له على الميداليه. واول ما بدا يتكلم تيرون قطعه وقال له السيف بتاعي جاهز. فيسبا اللي مش بيتركب طلع له السيف وقال له اتفرج بنفسك. ساعتها كايل ساله تاني بالمناسبه انت تعرف حاجه عن كارين؟ عشان يعني هم رايحين هناك الرحله الجايه. اول ما سمع الاسم فيسبا وشه اتغير وقال له كارين المكان ده صعب جدا، هناك الوضع مش سهل خالص. وبدا يحكي له ان المدينه كلها بتتحكم فيها نقابه الحدادين، عاملين مشاكل كتير ومعقدين الدنيا على كل اللي بيشتغل هناك، حتى على المحلات الصغيره زيه. التجاره هناك بقت خانقه بسببهم، وكل حد عايز يفتح شغل لازم يعدي من تحت ايدهم. بس فيسبا كمل وقال ان الوضع بدا يتحسن شويه من ساعه ما كارين بقت تبع امبراطوريه زيرجوس، بقى في سيطره احسن ونظام اكتر، وده فتح فرصه جديده للناس انها تشتغل وتكسب. كايل شكروا على الكلام والمعلومات، وبعد ما خلصوا كلام كايل وتيرون خرجوا من المحل ورجعوا لباقي الفريق. البنات كانوا مستنيينهم على طول، الكل اتحرك مع بعض وبداوا رحلتهم الجديده ناحيه مدينه كارين، واللي واضح انها مش هتكون رحله سهله خالص. المجموعه في الاخر وصلت مدينه كارين، والمدينه دي فعلا مستاهله لقب مدينه التعدين لانها شبه مبنيه جوه الجبل نفسه. بس سيلف طلعت وقالت لهم ان العكس هو الصح، الجبل هو اللي اتبنى حوالين المدينه مش المدينه اللي اتبنت فيه. هي كانت موجوده من زمان وقت ما المدينه كانت لسه بتتاسس، وكانت ارضها كلها سطحيه ومستويه ما فيهاش جبال، بس لما لقوا خامات نادره تحت الارض استخدموا السحر ورفعوا الارض لفوق عشان يقدروا يوصلوا للمعادن دي، وده السبب اللي خلى الجبل يبان كده دلوقتي. وفجاه المجموعه لاحظوا حاجه كبيره طايره فوق دماغهم، لما بصوا فوق لقوا فرسان التنانين بتوع امبراطوريه جرجان. سيلفي كانت منبهره انهم قدروا يروضوا التنانين دي، بس كايل كان قلقان اكتر من سبب وجودهم هنا اصلا، وكل اللي يتمناه ان الموضوع ملوش علاقه بيهم. بعدين دخلوا المدينه، وبعد ما قدموا اوراق اثبات هويتهم كايل طلب يقابل السفير بتاع زيرجوس اللي موجود في كارين. وفي الوقت اللي الحارس بيراجع فيه البيانات الباقيين قعدوا يتفرجوا على المدينه، بس اوزا كان واضح عليها القلق لان الالف علاقتهم مش احسن حاجه مع الاقزام. وفجاه ظهر السفير بتاع زيرجوس عشان يرحب بيهم، ولما عرفت نفسها وقالت ان اسمها ميريندا كايل اتصدم وسكت لانه كان عارفها من الخط الزمني التاني، وما كانش عنده اي فكره انها بتشتغل سفيره في الوقت ده. ليزا لاحظت ان كايل مركز معاها زياده عن اللزوم فقطعته، وساعتها هو قال لها انهم جايين برساله من الملكه مولينا. ميريندا دخلتهم معاها، ولما قعدت تبص على الاوراق الرسميه اكدت انهم فعلا مبعوثين من الملكه، لكنها استغربت شكلهم وقالت انهم اغرب وفد شافته في حياتها. بس برضه مع الفوضى اللي المملكه عايشه فيها دلوقتي اي نوع من الوفود ممكن يتقبل، خصوصا بوجود مولينا في الحكم. وبالمناسبه ميريندا حبت تشكر كايل والباقيين بنفسها لانهم انقذوا حياه مولينا من فتره قصيره، ومولينا دي من اعز اصحاب ميريندا وكانت هتتدمر لو جرى لها حاجه. بعد كده قالت لهم انها عارفه انهم جايين عشان يقابلوا الحاكم باكس بتاع امبراطوريه جرجان، بس للاسف الراجل مريض بقاله اسابيع وملازم السرير، حتى هي نفسها ما قدرتش
تقابله. كل مره بتحاول يقولوا لها انه مش بيستقبل حد في حالته دي، بس بما انه حاكم فهو مضطر يقابل اي مبعوث من ملكه غصب عنه، عشان كده مع وجود كايل والباقيين هنا هيبقى مجبور يقابلهم. ميريندا خرجت معاهم بره، وكايل لاحظ انها جايبه عدد كبير من الحراس، وده شيء مريب خصوصا ان الزياره دي المفروض روتينيه ومجرد تفاوض. وبما ان سيرين ملوش اي دور في المقابله دي، قال لكايل انه هيمشي يعمل شويه حاجات لوحده، وكايل ما عندوش مانع بس طلب منه ما يتاخرش. وصلوا السفاره وفجاه ظهر سفير جنب نفسه. من اول نظره كان واضح العداوه اللي بينه وبين ميريندا، بس لان كلمتهم ممكن تولع حرب اهليه في اي لحظه اضطروا يمثلوا انهم ودودين مع بعض. والسفير ما كانش لوحده، كان معاه الساحر التاني في القوه العسكريه على مستوى الامبراطوريه كلها، واللي عرف باسم الازار ديفاين. واول ما شاف كايل واقف قدامه ما عرفوش، فساله ايه غرضه من مقابله الحاكم. كايل شرح له انه هنا كسفير رسمي من مملكه مولينا. الازارد اول ما سمع كده ربط الامور ببعضها وفهم ان كايل هو البطل اللي انقذ مولينا. الازارد كان مهتم يقابله من زمان لانه كان زميل والدته زمان، وكانوا بيقضوا وقت طويل سوا في ابحاث السحر. مد ايده لكايل عشان يسلم عليه، وكايل كان متردد في الاول بس في الاخر لقى ان الراجل باين عليه ودود، فسلم عليه وقال له اتشرفت بمعرفتك. بس ملامح الازارد كانت مبينه ان نيته مش خير. في الاخر المجموعتين مشوا سوا عشان يقابلوا الحاكم، بس زي ما حصل في كل المحاولات اللي فاتت مع ميريندا، اول ما وصلوا للباب الرئيسي وقفهم الحارس وقال لهم ان الحاكم باكس مش بيقابل اي زوار دلوقتي. ميريندا اتنرفزت جدا لان ده نفس الكلام اللي على لسان الحراس بقاله شهرين، وهي خلاص زهقت من انها تبقى كل شويه محتاجه تتوسل عشان تشوف الحاكم. الحارس حاول يرضيها وفهم ان غضبها منطقي، لكنه في الاخر بيأدي شغله، فوعدها انه هيوصل للحاكم خبر انها جت. ميريندا بقى هددته وقالت له ان لو باكس مش ناوي يقوم بمسؤولياته فهي مضطره تعين حاكم جديد مكانه، لكنها تديله يومين مش اكتر عشان يظبط نفسه. في الوقت ده سيرين كان سايب المجموعه وماشي يدور في المدينه على سيف كويس يشتريه لنفسه، بس للاسف كل السيوف اللي شافها شكلها عادي جدا ومفيش حاجه مميزه. فجاه سمع صوت صرخه جايه من بعيد، جرى بسرعه ناحيه الصوت ولقى بنت شكلها لطيف شويه رجاله ماسكينها وبيضايقوها. من غير ما يفكر ولا ثانيه سيرين اتدخل في وسطهم وشاط واحد منهم في وشه عشان يبعد عن البنت. بعد كده عرف نفسه ليها، بس هنا قال ان في سوء تفاهم كبير وان البنت دي في الحقيقه ولد. سيرين وقع على الارض متصدم صدمه عمره، مش قادر يصدق انه عمل غلطه عبيطه زي دي. وبما ان ده ولد سيرين فقد كل اهتمامه بالموضوع وما بقاش عايز يتدخل، بدا يمشي بعيد. الواد اللي اسمه جو اتصدم وساله انت بجد مش هتنقذنا عشان انا ولد؟ سيرين رد ببساطه ايوه بالظبط كده. بس وهو ماشي خطوتين وقف فجاه وساله هو انت عندك اخت شبهك كده وجميله برضه؟ جو قال له انه عنده اخت اكبر منه فعلا. على طول سيرين اهتم تاني بالموقف وقرر يساعده. الرجاله قالوا له يبعد عنهم ومالوش دعوه، لكنه كان حاطط في دماغه ان عنده ميعاد محتمل يعني مع اخت جو، فدخل عليهم وضربهم وعدمهم العافيه حرفيا. جو اتبهر جدا وفي الاخر شكر على مساعدته وعرف نفسه على انه صانع ادوات سحريه. سيرين اتفاجئ ان ولد صغير زي جو يقدر يعمل ادوات سحريه، لكنه ساب النقطه دي وساله طب الرجاله دول كانوا بيهاجموك ليه؟ جو قال له بتردد انهم كانوا محصلين ديون. في الاول سيرين افتكر ان جو غرق في ديون بسبب اهله، لكن لا، الحقيقه ان جو هو اللي جاب لنفسه المصيبه دي. الموضوع ببساطه ان عميل كلفه يصنع له اداه سحريه خاصه، وهو كان اخد الفلوس مقدم فعلا، بس ما وضحلوش وقتها تاخد قد ايه وقت. ولما العميل عرف ان القطعه دي هتاخد 10 سنين كامله عشان تخلص اتعصب جدا. سيرين حس ان جو يستاهل يتضرب شويه على الحكايه دي، بس هو في الاخر مش فارق معاه، اللي يهمه انه يقابل اخت جو. بس هنا جو فجر له القضيه، قال له ان اخته الكبيره اصلا متجوزه ومش هتخرج معاه اكيد. سيرين وقع على ركبته تاني من الصدمه وقال له انت ليه ما قلتليش من الاول؟ جو رد وقال له يعني خاف يقول له لو قال الحقيقه سيرين كان هيسيب الموضوع ومش هيساعده. سيرين ما قدرش يمكن انه فعلا كان هيعمل كده، لكنه ما قدرش يمنع نفسه من الغضب لانه اتضحك عليه، فقام ادى جو بالبلحه على دماغه. في الوقت ده ميريندا كانت قاعده مع الحداد الكبير جازيس بتحاول تقنعه انه يوافق يبقى الحاكم الجديد للمدينه، بس هو رفض على طول من غير حتى ما يفكر. جازيس كان كل شغفه في الحياه هو الحداده وصناعه السيوف، وقال ان لو مسك منصب الحاكم مش هيبقى عنده وقت يعمل اي سيوف، وبالتالي مش ممكن يقبل المنصب ده. ميريندا حاولت تلح عليه وقالت له ان المدينه فيها مشاكل كتير ومحتاجه تتصلح، لكن جازيس رد ببساطه دي مش حاجات اقدر اساعد فيها. وفي الوقت اللي كايل والباقيين كانوا قاعدين مستنيين ميريندا تخلص كلامها مع جاسيس، دخل عليهم سيرين ومعاه جو. كايل اتفاجئ انه شاف سيرين هنا، لكن المفاجاه الاكبر ان جاسيس ده يطلع ابو جو. كايل فكر ان لو الحظ وقف معاهم ممكن يخلوا جاسيس يعمل سيف محترم لسيرين، بس غالبا هيتاخر شويه لانه مشغول مع ميريندا. جو عرض عليهم يقعدوا يشربوا شاي واعتذر عن شكل المكان، وقال ان من ساعه ما اخته اتجوزت وهو مش قادر يحافظ على نظافه البيت وترتيب البيت لوحده. واثناء ما كانوا مستنيين الشاي كايل لمح على الترابيزه شويه مخططات ورسومات، ولما بص عليها كويس اتصدم جدا من اللي شافه. جو رجع ومعاه الشاي وشرح ان ده المشروع اللي هو شغال عليه، اداه سحريه ميكانيكيه، لكن كايل عرفها فورا لانه في الخط الزمني اللي فات الاداه دي كانت جوهره لا تقدر بثمن في ساحه المعركه، وما كانش يعرف ان جو هو اللي صنعها بنفسه. كايل نادى على سيلفي عشان تشوف المخطط، وسيلفي اتبهرت جدا بالتصميم لانه شبه مثالي. كايل سال سيلفي اذا كانت شايفه ان التصميم ممكن ينجح، وهي قالت ان فرص النجاح عاليه جدا. كايل اتحمس جدا وقال لو قدروا يعملوا انتاج ضخم للجولوم الاليه دي هيبقوا عندهم ميزه ضخمه في الحرب ضد الشياطين. كايل قال لجو خلص بناؤه بسرعه، لكن جو قال له ان حاجه بالحجم ده والتعقيد ده هتاخد 10 سنين على الاقل. كايل انفعل وقال له لا يا باشا انا محتاجه في خلال سنه واحده بس، وهصرف اي فلوس مطلوبه عشان يحصل ده، ما تشغلش بالك بالتكاليف. جو طار من الفرحه من كميه الدعم المادي، وبعد ما خلص
خلص الصفقه دي مع جو رجع تاني المكتب جاسس عشان يشوف ميريندا وصلت لاتفاق معاه ولا لا، بس واضح ان جاسس ما غيرش رايه. ميريندا قالت له انها تمشي دلوقتي لكنها راجعه بكره عشان تحاول معاه تاني، وهو رد وقال لها ان مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخليه يقبل المنصب ده. بعد ما ميريندا مشيت كايل دخل على جاسس وقال له انه عنده طلب. جاسس افتكر انه هيطلب منه يعمل سيف فرد بسرعه وقال له مش بياخد طلبات دلوقتي، لكن جو دخل وشكر في حق كايل وضمنه، فجاسس وافق يسمع طلبه. كايل قال له انه عايز سيف لسيرين لان سيفه الحالي مش كفايه. جاسس استغرب جدا من الكلام ده لانه شاف ان السيف اللي مع سيرين ده من صنع اديوس ومفيش ناس كتير تقدر تقول على السيف ده انه مش مناسب. سيرين قال انه نفسه في سيف بجوده السيف اللي مع كايل. جاسس اول ما شاف سيف كايل اتصدم وسكت تماما لان حتى مع كل السيوف القديمه اللي شافها مفيش غير سيف واحد بس ممكن يتقارن بيه، ومع ذلك سيف كايل احسن كمان. قال بصراحه انه حاليا مش قادر يوصل لمستوى الحرفيه اللي تصنع سيف زي ده. سيرين اتضايق انه ملقاش سيف، لكن جاسس لمح انه شاف قبل كده حاجه شبه سيف كايل، فقرروا يرجعوا بكره يكلموها عنه. وتاني يوم الصبح كايل وميريندا راحوا على سفاره جرجان عشان يتغدوا مع لازارد، لكن وهم قريبين من اوضه الاجتماع كايل حس فجاه بشعور غريب مألوف، جسمه كله اترعش، ولما فتح الباب لقى راس لازارد مقطوعه ومرميه فوق طبق وفيه شيطان واقف فوقه. وهنا بقى بنعرف ان الشياطين هم العرق المسيطر على باقي القاره، عددهم اقل من البشر بس كل واحد فيهم اقوى بمراحل، والمصيبه ان من 3 قرون ما عملوش اي هجوم، وده خلى البشر يكسلوا وما ياخدوش بالهم لدرجه انهم بقوا نادرين قوي. بس كايل عارفهم كويس، ووجود القرن على راس الشيطانه دي معناها انها من اخطر اعداء البشر. الشيطان هجمت بسرعه على كايل بس هو لحق يصد ضربتها ورد عليها بضربه. كايل كان واخد باله انه مش لابس الدرع بتاعه، وسيلفي كمان مش معاه غير انه مش قادر يستخدم سحر. فضل يلوم نفسه على انه كان مستهتر وبيقول انه في وقت الغزو الكبير ما كانش هيغلط الغلطه دي. فجاه الحراس وصلوا يشوفوا فيه ايه، بس الشيطانه هربت من الشباك. واحد من الحراس الجرحى امر بسرعه انهم يستدعوا باقي الجنود، وبعدها لقوا نص جنود ومسؤولي سفاره الامبراطوريه مقتولين من غير ما حد يشوف او يسمع حاجه. تاني يوم الشباب كلهم كانوا متجمعين سوا، وقتها ليزا دخلت وقالت لهم الاكل جاهز. سيلفي سالت عن كايل فأورزا قالت لها انه بيتغدى مع واحد من الامبراطوريه وانهم مش بيحبوا الاجتماعات الرسميه فما راحوش معاه. جو اعتذر وقال ان ابوه من الصبح مش موجود. سيرين ساله ما سمعتش عنه حاجه، اصل كان بيتكلم كانه عارف حاجه عن سيف شبه بتاع كايل. جو رد ممكن يقصد السيف المقدس بتاع راند اللي اتصنع في كارن من 2000 سنه على ايد قزم حداد اسطوري. البطل راندولف استخدمه ساعتها وهزم ملك الشياطين، والسيف بقى اسمه السيف المقدس اللي راند تكريما ليه. كمل وقال انه غالبا موجود في المدينه دلوقتي. سيرين كان مبهور جدا، بس جو وضح له ان لو فعلا موجود في كارن يبقى اكيد مع الحاكم باكس لانه كنز وطني ومش هيسمحوا لحد ياخده. بعدها بص من الشباك وسال جو عندك مشكله مع حد؟ فقال له ان فعلا في مشكله مع ناس كتير. وقتها قال له ان البيت متحاصر برجاله اقوى من اللي شافوهم امبارح. مسك سيفه وقال لاصحابه انا هتصرف مع اغلبهم بس يمكن كام واحد يدخلوا جوه. ليزا قالت لهم يثقوا فيه لانه بيحس بالخطر والحاجات دي، وقال لها تخبي جو، بس جو رفض وكان عايز يساعد. فسيلفي قررت تاخده تخبيه بنفسها. الرجاله حوالين البيت بداوا يحاولوا يدخلوا. سيرين كسر الباب ومسك واحد وضربه وقال للباقيين اهربوا لو مش عايزين تموتوا. كام واحد دخلوا شايلين خناجر فيها سم، ورزا حذرت صاحبتها ان السم ده خطير مجرد خدش بيشل الجسم كله فلازم ياخدوا بالهم كويس. ليزا دخلت بحذر وقتلت واحد منهم لحد ما وقع على الارض رغم انها كانت عايزه تستجوب قبل ما يفقد الوعي. واحد تاني حاول يهاجم ليزا بس ورزا عملت حاجز مائي حماها من الضربه والسم، وبعدين خنقته لحد ما فقد وعيه هو كمان. ليزا شكرتها وبعدها ربطوا الاثنين. بعدها وصل سيرين بالباقيين مربوطين، بدا يستجوب واحد منهم وقال له لو عايز تعيش اتكلم عشان الاثنين اللي معاه خبره في التعذيب، وشرح له ان ليزا تقدر تحول اي حاجه في البيت لاداه تعذيب وتهينك. لما عرف ان خطتهم كانت انهم يخطفوا جو استغرب وقال لهم شكلك غلط قوي على مجرد خطافين بس. الراجل رد وقال ان باكس امرنا نقتل اي حد يقف في طريقنا. جو بقى واقف وقال لهم يفكروا شويه، وقال ان سمع اشاعات ان حالات الاختفاء زادت في كارن ولسه مش عارفين وراها مين. فسالوه طب المخطوفين بيجرى لهم ايه؟ الراجل قال كنا بناخدهم لبيت فاضي بره المدينه. وقبل ما يكمل فجاه الشيطان ظهر رمى كره نار على البيت وولع فيه، سكت الراجل قبل ما يكشف الباقي. ليزا حاولت تجري وراه بس سيرين وقفها. قال المره دي لا، عمر ما قابلت حد خطير بالشكل ده. الاحساس ده ما جاليش من وقت ما شفت ام بكامل قوتها. بعدها اتجمعوا كلهم في اوضه واحده وقالوا لو الشياطين متورطين فاسوأ سيناريو انهم يفجروا المدينه كلها. كايل قال لا، الوقت مش مناسب نهاجم الشياطين، لازم الاول ناكد علاقه الحاكم باكس بالاختطافات. ميريندا ساعتها اعتذرت وقالت كان لازم اقول لكم من بدري. فعلا اتاكدنا ان في حالات خطف بتحصل بس مش عارفين مين وراها عشان متغطيه كويس. ومش هنكر ان الحاكم ممكن يكون متورط بس صعب اصدق انه يعمل الجرايم دي في مدينته. فجاه واحد دخل جري وقال لهم قصر الحاكم ولع والكل اتصدم. بيروحوا بسرعه يشوفوا فيه ايه، وكايل قال اتاخرنا، القصر كله محروق وبطريقه مش طبيعيه. سيرين رجع من الحطام وقال دورت في القصر بس ما لقيتش اي حاجه، وميريندا كمان قالت ما لقيتش حاجه، حتى جثه الحاكم ما كانتش موجوده مع انه كان مريض ولازم يكون نايم جوه. ليزا سالت ده شغل الشياطين، ورزا ردت لو الشياطين بيستخدموا الحرق كانوا ولعوا في السفاره برضه، فلو هم مش اللي عملوا كده يبقى الحاكم المفقود هو هدفنا الاساسي، علشان لو هو العقل المدبر للاختطافات يبقى طبيعي يولع في القصر عشان يضيع الادله ولازم نلاقيه بسرعه. فجاه جو دخل وهو متعصب جدا من منظر الحريق وقال لهم انا جيت اول ما سمعت ان في حريقه كنت قلقان علشان ابويا
الحاكم كان استدعاه للقصر. الكل اتفاجئ ليه الحاكم استدعى جازس. كايل افتكر وقال ممكن يكون عشان جازس مرشح لمنصب الحاكم، ولو ده صحيح يبقى في احتمال كبير ان باكس هو اللي ورا الاختطافات. فجأة ميريندا وقعت على الارض وهي بتعيط، دي غلطتي، انا اللي رشحته لمنصب الحاكم، انا السبب ان ورطت شخص مهم في الموضوع ده، لو حصل له اي حاجه عمري ما هسامح نفسي. ليزا حاولت تهديها وقالت لها لسه مش متاكدين ان الامور وصلت للدرجه دي. كايل كان واقف ساكت بيفكر هي ليه منهاره كده، وبعدها افتكر يوم سالته فيه انت فاكرني اسيا؟ انا ما كنتش كده زمان، كنت بحب قبل كده على فكره، بس حبيبي مات بسببي. ومن يومها قررت تدفن مشاعرها وبقت كده. بعدها جو كان بيتكلم معاهم وقال لهم انتوا ما كنتوش تعرفوا انهم كانوا بيحبوا بعض، ابويا صعب تتعامل معاه في الاول، بس لما تقرب منه بتكتشف انه طيب، لكن في الفتره الاخيره كان غريب، حاسس انه كان بيبعد عنها، وهي حتى كانت ساعات بتيجي تاكلني بنفسها كانها بتحاول تكسب وده، وبالنظر لشخصيتها اظن ان هي شايفه ان دي اخر فرصه ليها. بنروح لكايل وهو بيفكر لو حبيبها في حياتها اللي فاتت كان جازس يبقى اكيد دي اللحظه اللي هيموت فيها، لازم افتكر اكتر، اكيد كان في حاجه تانية تستاهل افتكرها. وفجاه افتكر في دماغه يوم كانت ميريندا سكرانه وقالت له لو بس كنت لقيت الممر السري بدري. كايل لبس درعه وقال لاصحابه انا رايح قصر الحاكم، لقيت حاجه. سيرن رد وقال له انا جاي معاك، والباقيين كلهم قالوا انهم عايزين يروحوا معاه. كايل قال لجو اللي مع ميريندا خلي بالك منها لحد ما نرجع، وهو ماشي كان بيفكر لو كلام ميريندا صح يبقى كل الاجابات مستنيانا ورا الممر السري ده. المشهد بيتغير فجاه وشفنا مكان جديد لاول مره، وفي شخصيه جديده واقفه قدام جثه. على الجنب التاني صحابنا وصلوا فوق. كايل قال له راز يلا تبدا شغل. سالته طب ليه هي بالذات يعني؟ فكايل شرح لها انه محتاجه تساعدهم يشيلوا الحطام ده كله عشان يدوروا على المدخل. ورازا وقفت مكانها كده وقالت له ايه عيد اللي قلته تاني كده، انت عايزني استخدم السحر بتاعي واقلب الكومه العملاقه دي كلها عشان ندور على ممر اصلا ممكن ما يكونش موجود؟ كايل بكل هدوء قال لها بالظبط كده، ده اللي عايزك تعمليه. وبالمناسبه لو خايفه تتعبي من قله الطاقه انا ظابط الموضوع ده ومجهز لك جرعه مانا كبيره. ورازا كانت بالعافيه ماسكه نفسها انها ما تضربهوش، فقالت له طب يا عبقري عمرك جربت جرعه المانا دي قبل كده؟ كايل رد وقال لها عارف كل حاجه عنها، بتجدد الطاقه فعلا بس طعمها اقرف من زفت قوي يعني. وهو فاهم طبعا ليه ورازا مش عايزه تفضل تشربها كل شويه، بس رغم كده فضل يحايل فيها عشان ده الحل الوحيد اللي يقدر يوصلهم لجازوس قبل فوات الاوان. ليزا وسيرين كمان دخلوا نفسهم وقالوا لها تعيد التفكير وصعب عليها ترفض، هما بيكلموها بالجديه دي، فاضطرت تضحي واخدت علبه الجرعات وطلعت متضايقه تدور في الحطام. اول ما مشي كايل بص لسيرين وساله انت متاكد ان الشيطان اللي هاجم بيت جو كان راجل؟ سيرين قال له انه شافه انه كان راجل اكيد، وبما ان اللي قبله كايل في السفاره كانت شيطانه ست يبقى دلوقتي في على الاقل 2 شياطين في كارن. الليل دخل ورازا لسه بتشرب الجرعات المقرفه دي والسحر بتاعها بيحرك الصخور، وهي حاسه انها ترجع بس مجهودها ما راحش على الفاضي. الجن بتاعها لقى حاجه ولما فحصوها اكتشفوا انها الباب السري، اكيد ده المدخل للممر اللي كايل كان بيتكلم عنه. كلهم نزلوا وكايل حذرهم يخلي بالهم ان ممكن يكون في شياطين هنا، وقال كمان انه رغم ان دي اول مره يشوف شيطان قدر يحس انه قوي بشكل مش طبيعي. والرازا استغربت قد ايه كايل يعرف عن الشياطين، وهو رد عليها انهم خطر كفايه عشان يستاهلوا الحذر ده كله. وقال كمان ان رازا وليزا في حالتهم دي بعد ما استهلكوا مانا كتير المفروض ما يجوش معاهم، بس اول ما قال كده الاتنين طاروا في وشه وقالوا له انه مستحيل يرجعوا، خصوصا اورازا اللي شربت الطين ده بالعافيه فمصممه تكمل للاخر. كايل عرف ان مفيش امل يقنعهم يرجعوا. فجاه ليه لاحظ حاجه اخر الممر، فجروا كلهم يشوفوا فيه ايه. اول ما دخلوا الاوضه لقوا ترابيزه عليها جثه. كايل اول ما شافها فهم الموضوع لانه شاف المنظر ده قبل كده، بس الباقيين كانوا تايهين. سيلفي شرحت والد ده الطقس المحرم. سيرين سالها يعني ايه. سيلفي وضحت ان طقس بيحول طاقه الحياه لطاقه سحريه. بصوا اكتر على الجثه ولقوا انه الجسد ناشف كانه حجر، وطلع ان ده كبير الخدم بتاع باكس، وكومه الجثث اللي جنبها دي هم الناس اللي اتخطفوا. كده اتاكد ان باكس متورط، بس لسه السؤال ليه محتاج مانا بالكميه دي عشان يضحي بارواح الابرياء علشانها. سيلفي ركزت في الدايره السحريه اللي في الارض ولاحظت انها معموله بطريقه تسحب الطاقه من الضحايا شويه شويه لحد ما يموتوا، بس المحفز الضعيف ده واضح انه هيوصل لحده بسرعه وينفجر. فسالوها انت متاكده؟ ردت ان مفيش غلطه في استنتاجها، ومع كميه الطاقه السحريه المتخزنه الانفجار ممكن يمسح نص المدينه من على الخريطه. قبل ما تلحق تكمل حست ان في حد جاي، فالكل استخبى بسرعه، وبعد لحظات دخل شيطانين. جانس كان مبسوط ان الطقس خلص سحب المانا من الخادم. طول الوقت ده الشيطانه اوراجا ما نطقتش بكلمه، فجانس قال لها هو هيموتك يعني لو كلمتني شويه؟ انا ما عملتش حاجه غلط. اتفقنا مع البني ادم بس كل حاجه ماشيه تمام. اوراجا سالته طب والهجوم على السفاره ده كان جزء من الخطه برضه؟ قال لها لا، ده كان طلب من المتآمر البشري معاهم يعني مش ذنبه. بعدين سالت طب والتفجير اللي حصل في البيت العشوائي؟ رد برضه مش ذنبي، ده كان تشتيت علشان الخطف يبان طبيعي. وزود انه لسه محافظ على القاعده بتاعه تقليل الخسائر، وفي الاخر كل ده علشان يجيبوا الحاجه اللي الملك بتاعهم عايزها. اوراجا قالت انها فاهمه بس متضايقه انهم مضطرين يشتغلوا مع بني ادمين تافهين كده. بعد كده خرجوا. سيلفي استغربت وقالت ان اول مره تسمع ان ملك الشياطين يهتم يقلل الخسائر وسط البني ادمين، حاجه مش منطقيه شويه. كايل قال المهم انهم جمعوا معلومات مهمه، دلوقتي اللي فاضل انهم يلاقوا باكس وجازوس. دخلوا اعمق في الكهف، ولما وصلوا اوضه مليانه عفش نظيف بشكل غريب لقوا جازوس مربوط جنب كرسي. جريوا عليه فرحانين انه لسه عايش بس محتارين مين عمل فيه كده. فجاه سمعوا صوت راجل عجوز بيقول
انتوا مين ودخلتوا هنا ازاي؟ طلع الراجل ده هو الحاكم باكس. اول ما شاف كايل والباقيين بدا يزعق انه هيحمي كارين من الامبراطوريه والمملكه دي مهما حصل. الفرقه ما كانتش فاهمه ازاي راجل زي ده يقدر يقول بيحمي وهو اصلا كان بيخطف اهل كارين ويسحب منهم قوه حياتهم. باكس رفض يشرح هو بيعمل كده ليه، بس فجاه جاسوس اتكلم وقال ان السحر اللي تحت كارين خلاص هيخلص، واول ما يخلص المدينه هتنهار. باكس كان عايز يمنع ده يحصل، وجاسوس كان ناوي يساعده في الاول، لكن اول ما باكس بدا يتكلم عن تضحيات الموضوع انقلب كارثه. سيلفا بصت على باكس ومن اول نظره فهمت انه مريض بمرض ملوش علاج ومعجزه لو كمل للشهر الجاي. كايل استنتج ان الشياطين استغلوا ضعفه وجروه للاتفاق ده، بس ساعتها جانس خرج من الضلمه وقال احنا ما ضحكناش على حد، دي كانت صفقه. كايل ساله صفقه ازاي يعني؟ جانس قال له انه مش ملزوم يشرح، بس بما انه بيحب يهري قرر يقول المدينه اصلا اتبنت لما الاقزام اتجمعوا في الجبل بالسحر، فبالتالي ممكن يطلعوا خامات تانية بنفس الطريقه، وده بالظبط اللي الطقس المحرم معمول عشانه. بس الشياطين ما كانوش هيوافقوا يعملوا حاجه زي دي من غير مقابل، واللي عايزينه هو السيف المقدس، السلاح اللي قتل ملك الشياطين السابق والملك الحالي عايزه لنفسه. كايل فهم انه يقدر يستخلص منه معلومات اكتر لو لعبها صح، فعمل نفسه ما يعرفش ان السيف المقدس موجود اصلا في كارين، وكل ده علشان يغذي غرور جانس ويخليه يكمل الحكايه. جانس بدا يحكي انه في الاول كان مبعوث في مهمه استطلاع عاديه، بس لما عرف ان السيف المقدس موجود في كارين وسمع قلق الحاكم قرر يعرض عليه صفقه، وباكس علشان كان يائس وافق من غير تفكير. كايل لعبها صح وقعد يفخم فيه ويقول له انت عبقري، انت ازاي كده؟ فجانس صدق نفسه وفضل يرغي، بس قبل ما يتكلم اكتر ورجع دخلت وقالت له يسكت خالص. كايل فهم ان خلاص مفيش معلومات تانية هتطلع، فطلع سيفه وقال احنا هنخلص الموضوع ده دلوقتي. جانس استوعب انه اتكلم كتير، بس قال مش فارقه، الحل الوحيد يمسحهم من على وش الارض. وراجع حاولت توقفه وقالت له ان الملك منع يقتل بشر كتير، بس هو رد عليها الناس دي خلاص عرفت اننا موجودين هنا وده مش ذنبي، فلازم نمسحهم علشان المهمه تفضل سريه. اول ما باكس سمع الكلام ده اتوتر وقال طب والاتفاق اللي ما بيننا؟ انا وعدتكم اديكم السيف المقدس لو رجعتوا مناجم كارين بالسحر. كايل ساعتها زعق وقال له انت تبقى غبي قوي لو مصدق ان الشياطين هيوفوا بوعدهم مع بني ادم. جانس ضحك وقال له انه كان فعلا ناوي يستخدم سحر تحويل الارض عشان يرجع المناجم، بس مع المحفز اللي ما تحملش الطاقه كان هيولع المدينه كلها، واكد انه مش فارق معاه لو كارين اتدمرت او لا. باكس اتصدم واتكسر من الكلام، بس سيرين زهق من دوشته ووقعه وقال لجاسوس يخلي باله منه. جانس وقتها قال له اورجا تتخلص من ليزا واورازا وهو هيخلص على كايل وسيرين، لكن سيرين فجاه قال له انه عنده حاجه مهمه هيعملها وساب كايل لوحده. اورجا قالت لاورازا وليزا لو رجعتوا دلوقتي هسيبكم تمشوا. هم افتكروا فخ، بس طلع كلامها جد علشان لسه عندها اوامر تقلل الخسائر. بس اورازا وليزا ما كانوش ينفعوا يسيبوا المعركه فهاجموها، لكنها كانت هيناهم. سيلفي سالت سيرين انت مش هتساعدهم ولا ايه؟ رد وقال هي مش بتقاتل بجد فمش هتقتلهم، اعتبريها تدريب مجاني ليهم. بعدها ورى سيلفي حجر كريستال سحري كان واخده من باكس، وهي اكدت انه معمول يخفي وجود اي حاجه، وفاكر ان باكس كان بيبص في اتجاه معين اول ما جاب سيره السيف المقدس. سيرين كسر الكريستاله وساعتها حس بحاجه مستخبيه وراح يدور عليها، وفي الوقت اللي سيرين كان بيفتش فيه كايل كان بيعافر قدام جانس، وده عشان كميه الطاقه اللي معاه مش طبيعيه، غير انه بيعمل تعويذ من غير ما ينطق بكلمه، فكايل كان بالعافيه ملاحقه، بس ما قداموش غير انه يطول شويه لحد ما سيرين يخلص. سيرين وصل للوهم ولاحظ صندوق صغير ضربه بالسيف بتاعه، السيف اتكسر بس الصندوق اتفتح وكشف عن السيف المقدس، وبكده بقى السيف في ايده وقدر يدخل المعركه. اول ما جانس واوراجا سمعوا ان السيف المقدس اتلقى اتشتتوا، وده كان كفايه عشان كايل يلحق يقرب ويهاجم جانس قبل ما ياخد باله. ليزا واورازا ما ضيعوش الفرصه، اورازا رمت كره نار ضخمه واوراجا كانت بتصدها، ساعتها ليزا قربت وضربتها، هي لحقت تتفادى الضربه بس جزء منها لمسها، وده رفع معنوياتهم وحسسهم ان عندهم امل. واوراجا اتعصبت وقالت انتوا هتندموا على اللي عملتوه، بس فجاه سمعت صرخه جانس، ولما بصت لقيت كايل واقف فوق وهو واقع على الارض. اول ما جانس اتشتت كايل استغل الفرصه وقرب منه وقطع له واحد من القرون بتاعته، واللي يمكن مش خطر على حياته بس مصيبه عند الشياطين، لان القرون دي بالنسبه لهم رمز مكانه وقوه، واي شيطان بيتكسر قرنه بيتبهدل سخريه وشتايم من باقي الشياطين. كايل كان عارف النقطه دي كويس علشان كده ما كانش فارق معاه يكسرها. في اللحظه دي سيرين رجع للمجموعه ومعاه السيف المقدس، واوراجا طلبت منه يسيبه، بس ليه سيرين يعمل كده؟ السيف تحفه. الجو بدا يسخن اكتر، فكايل اتدخل وقال له انه عنده اقتراح، قال انهم مش عايزين يطولوا القتال لان عندهم صبيين محتاجين يعتني بيهم، واقترح يعملوا هدنه بعد 3 ايام يعملوا قتال تاني، ولو هم كسبوا كايل هيسلم السيف المقدس ويرجع قرن جانس، لكن في المقابل لازم الشياطين يكشفوا عن خطتهم عن موضوع التسلل. جانس واوراجا ما كانوش مبسوطين من شروط كايل، بس برضه مفيش ضمان انهم كانوا هيكسبوا لو فضلوا يحاربوا، وبما ان جانس عايز يرجع قرنه باي تمن نفخ خرم في الحيطه ومشى هو واوراجا، وقالوا لكايل انهم هيرجعوا بعد 3 ايام عشان القتال. المعركه خلصت اخيرا والكل شال جاسوس وخرجوا من الكهف ورجعوا على المدينه عند جو وميريندا. اول ما ميريندا شافت جاسوس جريت عليه وهي بتعيط من الفرحه علشان لو كان مات كانت هتفضل تلوم نفسها طول عمرها. بعد ما دخلوا البيت حطوا باكس على السرير، ورغم كل اللي عمله جاسوس ما اعتبروش شخص وحش، هو بس كان عايز يضمن مستقبل كارين ومستعد يعمل اي حاجه علشان ده. جاسوس عرف من حوالي شهر ان باكس بيخطف ناس وحاول يقنعه يبطل، لكن باكس رفض يسمع، والاسوأ انه
وهدده انه لو اتدخل هيقتل ميريندا وجو، فجاسوس اضطر يسيب الموضوع وما يعملش حاجه. وبالنسبه للسيف المقدس جاسوس فكر يطلبه بعد ما سيرين لقاه، بس كايل قطع عليه الكلام وقال ان سيرين هيحتفظ بيه. جاسوس اتصدم وقال ان السيف ده كنز قومي وما ينفعش يتاخد كده وخلاص. كايل اعترف ان عنده حق، لكن قال له بص انا انقذت حياتك، وسيرين كمان حمى جو، وانا كمان انقذت ميريندا، يعني احنا السبب ان اهم 3 عندك لسه عايشين. وبما انه كان متوقع ان جاسوس يعني تجهز له رشوه محترمه، قطعه ميسريل خاصه، معدن نادر جدا، وكايل عنده كميه كبيره منه في مخزن سيلفي، قال له انه هيديه قد ما هو عايز عشان يقدر يصنع سيف احسن من السيف الاصلي نفسه. جاسوس كان متردد خصوصا ان الموضوع هيبقى معقد سياسيا، لكن ميريندا قطعت النقاش وقالت انا عمري ما شفت السيف المقدس ده قبل كده، انت شفته وانا ما شفتوش، وخلص الموضوع على ان سيرين هيحتفظ بالسيف. بعدها كايل قال انه محتاج جاسوس يصنع له حاجه. جاسوس بص على الرسومات وقال انه يقدر يخلصها في 3 ايام بس. كايل قال له تمام اتفقنا، قدامك يومين. قال له يومين صعب يا عم ما اقدرش اعمله. قال له لازم تخلص في يومين عشان عنده قتال مع الشياطين بعد 3 ايام، والمشروع لازم يكون جاهز قبل المعركه. الموضوع كان صعب جدا انه يخلص في يومين، بس جاسوس شايف ان كايل منقذ حياته فقام على طول وابتدى يشتغل من غير تضييع وقت. كايل بعد ما خلص الحكايه دي راح يطمن على ليزا واورازا، والاتنين قالوا له انهم بخير ومفيش اصابات خطيره، لكن اعترفوا ان لو اوراجا ما كانتش ماسكه نفسها في بدايه القتال كانوا بقى لحمه مفرومه. وبرغم كده الاتنين متحمسين جدا للانتقام ومش خايفين من اعاده المواجهه. كايل اصلا كان جاي يقول لهم انهم هيتشالوا من الفريق عشان سيرين فرصته اكبر ضد اوراجا، بس حماسهم خلاه يغير رايه ويسيبهم في التحدي، وده طبعا زعل سيرين اللي كان عايز يجرب سيفه الجديد. كايل قال له استنى لو ليزا واورازا قربوا يخسروا ساعتها اتدخل واضرب اوراجا من وراها، حتى لو ده ضد قواعد النزال بالنسبه له مش فارق اللعب النظيف، المهم يكسبوا. وهما بيتكلموا عن القتال سيرين ساله هو كان لازم ناجل القتال 3 ايام، ما كناش نخلص الموضوع ساعتها. كايل قال له لا، لان لو الشياطين كانوا هيخسروا كانوا ممكن يفعلوا الدايره السحريه ويمسحوا المدينه كلها، وكمان ال3 ايام دول هيبقوا وقت كافي عشان يخلص السلاح السري اللي جاسوس بيصنعه. بس قبل المعركه كايل كان لازم يحل مشكله القنبله الموقته تحت المدينه. نزل الكهوف مع سيلفي عشان يشوف الموضوع. المحفز السحري كان على وشك ينفجر، لكن سيلفي قالت انها تقدر تطلق الطاقه تدريجي عشان تمنع الكارثه. كايل شايف ان ده حل كويس، بس اتضايق من فكره تضييع الطاقه، فاقترح ينقلها لقلب التنين اللي معاه. سيلفي قالت دي فكره ممتازه، بس نقلها هياخد حوالي 3 ايام. كايل وافق وخرج بره الدايره عشان تبدا النقل. عدوا ال3 ايام وليزا واورازا كانوا بيتدربوا مع بعض عشان المواجهه. سيرين ولا فارق معاه، كان بينام اغلب الوقت، وكايل مستني جاسوس يخلص السلاح السري. لحد ما جه يوم النزال سيرين لسه مسترخي وبيشخر، وسيلفي بقت متضايقه من هدوءه المريب ده. كايل قال لها بالعكس هدوءه معناه انه واثق في النصر. وصلوا لمكان النزال واكتشفوا انهم ما حددوش ميعاد واضح، فالشياطين لسه ما جوش، فليزا واورازا فرضوا بطانيه على الارض وبداوا يحضروا شاي لحد ما يوصلوا بعد شويه. سمعوا خطوات الشياطين داخله. كايل حاول يتمنظر وهو واقف، بس الموضوع ما كانش مرعب قوي وهو ماسك فنجان شاي وفتافيت بسكوت مغرقه وشه. الكل لم الدنيا بسرعه، وكايل قال لهم يلا نخلص الموضوع. اقترح ينقل هو وجنس قتالهم لمكان تاني، وجنس وافق، بس اوراجا سالته انت متاكد؟ مش هقدر اساعدك لو الامور قلبت ضدك. جنس بثقه قال لها مفيش شيطان يخسر قدام بني ادم ضعيف، وخرج مع كايل يدوروا على ساحه جديده. سيلفي المره دي ما مشيتش وراه وقالت ان دورها تبلغ كايل لو في حاجه حصلت. اوراجا سالتهم جاهزين بقى، وافترضت ان سيرين هو اللي هيقتلها، بس هو قال لها انه متفرج بس، ولو كسبتهم هيسيب لها السيف المقدس. ورازا ما كانتش عايزه القتال، لكن عشان السيف اضطرت، ومع اول ثانيه طلعت قوتها كلها وقالت للبنات لو مش عايزين يموتوا استسلموا. سيلفي اتوترت لان خطتهم كانت مبنيه على ان اوراجا تستهتر بيهم، لكن سيرين فضل واثق وقال هيبقوا كويسين. اوراجا هجمت بسرعه جنونيه وليزا بالعافيه صدت الضربات، ورازا دخلت تساعدها بس اوراجا اتفادت هجمتها، وليزا اتزنقت واضطرت تهرب ورا عمود عشان ما تتحرقش. بعدين اوراجا هجمت اورازا اللي كانت حاولت تستدعي روح الارض تحميها، لكن الهجوم كان اقوى بكتير. سيلفي اتوترت وسالت سيرين ليه ما بيتدخلش يساعد، لكنه قال ان الوضع مش صعب زي ما هو ظاهر. ليزا واورازا كانوا مجهزين فخ، استدعوا جولوم، واورازا سخرت منهم وقالت مش هيوقفها، لكن الخطه كانت مختلفه. ليزا جريت وضربت الجولوم ضربه سريعه اصابت اوراجا في صدرها، وهي لسه مصدومه ليزا تابعت بضربه تانية اقوى خلتها تتلخبط اكتر. وفي نفس اللحظه كايل وجانس كانوا وصلوا لساحتهم الجديده والمواجهه بينهم ابتدت. فيا ترى ايه اللي هيحصل بينهم وايه خطه الشياطين؟ ده اللي هنشوفه في الجزء القادم والاخير من حكايه كايل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واهم حاجه تصلي على النبي. اشوفك على خير يا صديقي.